كتاكيت سنيوران عاملين ايه؟ معاك مستر اكرم خالد وجاي النهارده انقذك في الريفيجن بتاعتنا. ركز معايا يا بطل، عايزك تركز معايا في الملاحظات اللي هقولها دي كويس قوي، ورقه وقلم، وخش معايا على الريفيجن بتاعتك. حتى لو انت كنت ميح هوصلك انك تبقى دحيح. يلا بينا يلا بينا. يلا يا سيدي، معانا في ليسون 1 شابتر 1 كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي حضرتك بيتكلمني عن حاجه اسمها الفود تشين، والفود تشين دي كانت متقسمه عندي لاكتر من حاجه. ركز معايا. كان مبدئيا كده بيجي لي الصن، بيديني صن ري للبلانت، وكنا بنسمي البلانت ده حاجه اسمها بروديوسر. ليه بروديوسر؟ عشان كان بيبروديوس عندي او بينتج لي عندي الانرجي، وهكلمك بالتفصيل كمان شويه. المهم كان بيجي بعد كده البلانت ده يتغذى عليه الانسكت، وده كنت بسميه برايمري كونسيومر، بسميه برايمري كونسيومر. بعد كده بيجي يتغذى عليه سكند كونسيومر اللي هو الفروج، وهكذا. جميل. طيب انا عندي فود تشين، الفود تشين دي متقسمه عندي الصغير فالاكبر فالاكبر فالاكبر، كل واحد بيتغذى على التاني. كلام جميل كلام جميل. خش يا سيدي على اللي بعده. طالما انت فهمت كده معايا الفود تشين، ركز معايا كده وافهم معايا ايه اللي بيحصل بالظبط. اللي بيحصل بالظبط حضرتك ان انا عندي الصن لايت ريتش البلانت، اللي بعد كده بتاخد الصن لايت دي البلانت وتعمل منها فوتوسينثيس بروسيس، تعمل بروسيس اسمها الفوتوسينثيس. الفوتوسينثيس دي حضرتك بروسيس بتحول فيها، ركز، البلانت to convert الايه يا مستر؟ السولار انرجي into chemical energy. بتعمل كونفرت للسولار انرجي اللي جايه عن طريق الشمس لكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي دي خلي بالك ستورد، بتتخزن في الشوجر مولكيولز، وايسنزيم بتخزنها جوه منها في حاجه اسمها شوجر مولكيول، او تحديدا بتخزنها في كيميكال انرجي، بتخزنها في كيميكال انرجي. طب بعد كده ايه اللي بيحصل يا سيدي للكيميكال انرجي دي؟ قال لحضرتك لما بيجي بعد كده الانسكت اللي هو كان بالنسبه لي برايمري كونسيومر ياكل البلانت دي، بيتحول الانرجي دي، الانرجي اللي موجوده عند البلانت خلاص يحصل ليها ترانسفير للانرجي، يحصل ترانسفير للانرجي. فاصبح عندك كده، ركز كده، انا اول حاجه عندي الانرجي سورس، عندي انرجي سورس اللي هي بالنسبه لي بتكون البلانت بتبروديوس الشوجر عن طريق الفوتوسينثيس، بتاخد السولار انرجي تحولها لكيميكال انرجي ستورد في الشوجر. وحضرتك بعد كده الفوتوسينثيس دي اللي عملت ستورنج للانرجي، يجي الانسكت ياكل البلانت فيحصل عندي ترانسفير للانرجي، تحديدا فيرست ترانسفير للانرجي، فيرست ترانسفير للانرجي لما الانسكت عندي تيت بلانتس اند جين ذس ستورد انرجي، تبدا ان هي تجين الستورد انرجي دي تحديدا الشوجر، وهنتكلم بالتفصيل كمان شويه. عايزك تركز معايا. بص يا سيدي، بعد كده يجي الفروج ياكل الانسكت دي، فايه اللي يحصل يا مستر؟ يحصل عندي سكند ترانسفير للانرجي. يبقى الانرجي عندي كانت موجوده في البلانت، جاء الانسكت اكل البلانت فحصل ترانسفير للانرجي من البلانت للانسكت. جاء بعديها الفروج كل الانسكت، فالانسكت دي حصل ترانسفير للانرجي من الانسكت للفروج، وده بالنسبه لي سكند ترانسفير للانرجي. قال لك لما يحصل ان انيمال ايتس الانسكت ذا انرجي از باسد تو ذا انيمال. طب وايه كمان؟ قال لك كمان في بروسيس بتحصل انت مش واخد بالك منها، اللي هي الانرجي لوس، ان بيحصل عندي انرجي بتفقد من الانيمال ده او من الليفينج اورجانيزم ده. ليه يا مستر؟ قال لحضرتك عشان الراجل ده بيعمل لايف بروسيس، بيعمل لايف بروسيس. ما هو بياخد الانرجي دي بيعمل بيها ايه يا سيدي؟ مش الراجل ده بياكل بيشرب بيتمشى مظبوط، بيتنفس، كل دي انرجي الراجل ده بيستهلكها. طب بيستهلكها منين؟ من الانرجي اللي لسه واخدها، صح كده؟ طيب يبقى بعد كده انا فهمت عندي، خلي بالك، عندي بروديوس للانرجي من البلانت في هيئه كيميكال انرجي ستورد في جلوكوز، يتحصل ليها ترانسفير للانرجي من البلانت للانسكت، بعد كده من الانسكت للفروج، وهكذا. جميل. طب وبعدين قال لك تعالى خش معايا جوه شويه. بص يا سيدي، قال لحضرتك ان الانرجي اللي البلانت بياخدها دي ويروح بعد كده لو البلانت بيعمل لها بروديوس بيكونها، وبعد كده بتروح للانسكت ومن الانسكت للفروج وهكذا وهكذا. قال لك مش كل الانرجي بتتنقل، لا، قال لك ده 10% بس، 10% من الانرجي
الانرجي بس اللي بيحصل لها ترانسفير، اللي بيحصل ترانسفير للانرجي دي 10% بس. ليه يا مستر؟ قال لك تعالى معايا بص ليه. قال لحضرتك كالاتي، ان انا الانرجي عندي ما انا قلت لك من شويه ان الراجل ده لما خد الانرجي عمل ليها ايه؟ يوزز. خد الانرجي دي واستخدمها في اللايف بروسيس. جميل. طب بص معايا ركز واحده واحده. هو احنا ليه اصلا بندرس الكلام ده؟ قال لحضرتك احنا بندرسه عشان خاطر نعرف هاو انرجي موف ثرو الايكو سيستم، ازاي الانرجي تموف خلال الايكو سيستم. طب بص يا سيدي وركز معايا في الموضوع ده. قال لك احنا في الموضوع بتاع الفود تشين وموضوع الترانسفير للانرجي بدانا نعلم ونحط اسامي جديده كده عشان نعرف الدنيا نتعامل بيها اسهل. فقال لحضرتك انا اول حاجه عندي حاجه اسمها الترافيك ليفل. حاجه اسمها الترافيك ليفل. ايه الترافيك ليفل ده يا سيدي؟ قال لك الترافيك ليفل ده each step in food chain or food web is called traffic level. قال لحضرتك ان انا البلانت ده يعتبر عندي اسمه ترافيك ليفل، بيوصل بعد كده للانسكت طالما حصل وراح عند ستيب تانية ده كده سكند ترافيك ليفل. جميل. وبعد كده راح من الفروج لانيمال اخر ده كده بالنسبه لي الثيرد ترافيك ليفل، وهكذا. يبقى الاستبايه بالنسبه لي دي اسمها ترافيك ليفل. فمثلا لو انا عندي اكس راح بعد كده الواي راح بعد كده الزد. جميل. كل ده لما يجي يقول لك انا عندي كام ترافيك لينا كام ترافيك ليفل، اوعى تقول له 2، لا انا عندي 1 2 3. انا عندي 3 ترافيك ليفل في الفود تشين دي. خلاص انا مش بعد الحاجه اللي في النص، لا انا بعد الستيب ذات نفسها. انا بعد 1 2 3. جميل جميل. طب وايه تاني؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك الفيرست ترافيك ليفل. مين الفيرست ترافيك ليفل ده يا مستر؟ الفيرست ترافيك ليفل دايما بيكون حاجه اسمها اوتو ترافيك، بيكون حاجه اسمها اوتو ترافيك اورجانيزم. مين الاوتو ترافيك اورجانيزم ده؟ قال لحضرتك الاوتو ترافيك اورجانيزم ده زي البلانت. ليه يا مستر؟ قال لك عشان خاطر الراجل ده بيميك ذير اون فود، بيميك ذير اون فود. قال لحضرتك دايما الفيرست ترافيك ليفل في اي فود تشين في الدنيا او اي فود ويب لازم يكون بلانت، عشان البلانت ده بالنسبه لي اسمه بروديوسر، والبروديوسر ده اللي بينتج اصلا الانرجي اللي بتبدا يحصل لها ترانسفير. خلاص. فبالتالي من غير البلانت مفيش اصلا فود تشين. فبالتالي اسمه ايه بقى اللي موجود في الفيرست ترافيك ليفل ده؟ اسمه اوتو ترافيك اورجانيزم. اسمه اوتو ترافيك اورجانيزم اللي هو بيكون عندي بلانت او بروديوسر. طب مين تاني يا سيدي؟ قال لك اللي بعد منه بقى، اللي بعد منه ده بنسميه سبسيكوينت ترافيك ليفل. سبسيكوينت ترافيك ليفل. ماله السبسيكوينت؟ قال لك السبسيكوينت ترافيك ليفل ده بيكون فيه اورجانيزم اسمهم الهيتيروتروفيك اورجانيزم. اسمهم الهيتيروتروفيك اورجانيزم. مالهم زي مين؟ قال لك زي الانيمال وزي الانسكتس. جميل. دول كده كلهم بالنسبه لي اسمهم هيتيروتروفيك اورجانيزم. جميل. ليه؟ عشان خاطر دول بيدبند على الانذر اورجانيزم، دول بيعتمدوا على الانذر فور فود، بيعتمدوا على الناس التانية عشان خاطر ياكلوا، ما بيعرفوش ينتجوا نفسيهم زي البلانت. فاصبح البلانت ده راجل اسمه بروديوسر، لكن الباقي اسمهم كونسيومرز او مالهم هيتيروتروفيك ايه؟ اورجانيزم. على عكس البلانت اللي بيميك ذير اون فود ده بالنسبه له اسمه اوتوتروفيك اورجانيزم. جميل يا مستر. جميل. بعد كده ايه يا سيدي؟ قال لحضرتك ركز معايا. قال لك ليه الاوتوتروفيك اورجانيزم always occupy the first trophic level in food chain and food web. ليه يا سيدي لازم الاوتوتروفيك ده يكون دايما في الفيرست تروفيك ليفل؟ قال لك الاوتوتروفيك اورجانيزم makes their own food through process like الفوتوسينثيز. زي البلانت بيكون الفود بتاعه عن طريق الفوتوسينثيز. وقال لحضرتك ده بيبروفايد initial energy source for the entire ecosystem. ده حضرتك اللي بيبروفايد مبدئيا الانرجي اللي بتكمل بعد كده في الفود تشين. طب يا سيدي ماشي شكرا. بعد كده ايه؟ قال لحضرتك خلي بالك ان انا عندي في الايكو سيستم لو جيت بقى حسبت الفود تشين، لو جيت بصيت على الفود تشين في الايكو سيستم عندي هتلاقيهم متصنفين ازاي؟ قال لك بص يا سيدي مبدئيا البلانت والبكتيريا
والالجي دول بالنسبه لي يعتبروا بروديوسر. ليه يا مستر؟ او اوتوتروفيك. ليه؟ عشان خاطر دول فيرست تروفيك ليفل، دايما هتلاقيهم في الفيرست تروفيك ليفل، بيكون بالنسبه لي انيشال انرجي سورس ميكزر اون فود. مين دول؟ البلانت والالجي. البلانت والالجي دول بالنسبه لي نباتات بيعملوا الفوتوسينثيز عشان خاطر يكونوا their own food، خلاص مش بيعتمدوا على حد. طيب مين تاني؟ قال لك عندي الانسكت والانيمالز. الانسكتس والانيمال، الانسكتس والانيمال حضرتك بالنسبه لي دول كونسيومر، بيعتمدوا على ناس تانية عشان ياخدوا الفود بتاعهم، ودول بالنسبه لي اسمهم كونسيومرز هيتيروتروفيك، ودول بالنسبه لي في السبسيكوينت تروفيك ليفل، ودول depend on other to get energy. to get energy. يبقى بالنسبه لي انا عندي في البدايه البلانت والالجي وبعض البكتيريا، مش كلها، بعض البكتيريا دول بالنسبه لي بيكونوا بروديوسر، بيكونوا اوتوتروفيك، بيكونوا الانرجي بتاعتهم، ودول دايما في الفيرست تروفيك ليفل، وده بالنسبه لي انيشال انرجي سورس ميكزر ان فود. ولكن الناحيه الثانيه الانسكت والانيمالز دول كونسيومرز، ودول هيتيروتروفيك، ودول بيكونوا سبسيكوينت تروفيك ليفل. خلاص ليه؟ عشان بيديبند على الاذر تو جيت ذير اون فود. في عندك كمان عندك مين يا مستر؟ قال لك الفانجي، وقال لك بعض البكتيريا اللي بتعمل ايه يا سيدي؟ قال لك اللي بتعمل ديكومبوزيشن، بتعمل تحلل. خلاص، ودول اسمهم الديكومبوزرز. الديكومبوزرز. طب مين الديكومبوزرز دول؟ يعتبروا تبع مين الديكومبوزرز دول؟ هنا ولا هنا؟ قال لك الديكومبوزرز يعتبروا تبع الكونسيومرز، لان هم برضو بيعتمدوا على الكائنات الحيه التانية عشان ياخدوا اللي هي يا معلم الانرجي بتاعتهم. ما حضرتك الناس دي لما بتيجي تعمل ديكومبوزيشن بتعملها لمين؟ للديد تري او الديد اورجانيزم، فبالتالي هو بيستنى الحيوان يموت عشان خاطر ياخد الانرجي بتاعته. مظبوط. طب وايه تاني يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي ركز معايا، بيقول لحضرتك انا عندي حاجه اسمها الانرجي بيراميد، انرجي ترانسفير بيراميد، الهرم بتاع الطاقه. ماله يا سيدي؟ قال لحضرتك الانرجي بيراميد ده معمول عشان خاطر ريبريزنت هاو انرجي موف ثرو اورجانيزم ان الايكو سيستم، شو هاو ماني ريلي اون ذا سيم سورس. بيشوف حضرتك كده الاخر خالص كده الانرجي فلو ما بين الايه الليفنج اورجانيزم وبعضيها، والانرجي دايره ازاي. لو بصيت كده بتلاقي عندك اللي تحت ده يعتبر الفيرست تروفيك ليفل، اللي هم مين؟ اللي هو البلانت. ده بالنسبه لي الفيرست تروفيك ليفل اللي هو عندي البلانت، اللي هم الاوتوتروفيك. بعد كده يليه الحد اللي بيتغذى عليه، ويليه الحد اللي بيتغذى عليه، وهكذا. لو خدت بالك هتلاقي انه معمول على شكل هرم عشان الانرجي كل ما بتطلع كل ما بتقل، كل ما اصبح الانرجي عندك بتطلع كل ما بتقل، عشان خاطر في جزء منها بيلوزنج از هيت، في جزء منها بيفقد على شكل ايه يا معلم؟ على شكل هيت. خلاص. قال لحضرتك خلي بالك ان انا الافشنسي اوف انرجي ترانسفير، وخلي بالك انا هنا بتكلم على الافشنسي ما بتكلمش على الانرجي. انا بقول لك ان الانرجي بتقل، بس انا اقصد هنا الافشنسي بتاعت الانرجي. ليه يا مستر؟ عشان كمان شويه هقول لك ان انا عندي قانون اسمه لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، ان الانرجي عندي ما بتقلش او ما بتخلص وما بتزيدش، الانرجي بتفضل ثابته، بس بتتحول من صوره لصوره تانية. اكيد طبعا انت فاكر الكلام ده. فاللي بالنسبه لي بيقل هنا الافشنسي بتاعت الانرجي، الافشنسي بتاعت الانرجي دي هي اللي بتقل. وقال لك ان only 10% of energy passed to the next trophic level، وده احنا قلنا ليه. قال لك انما 90% of energy مالها is lost process like excretion and respiration where glucose is consumed. ان حضرتك 90% من الانرجي دي بتكون ما بتتنقلش، لا دي بتروح مثلا في عمليات الاخراج. جميل. لكن عندك where الجلوكوز عندي بيكون ماله استخدم. خلاص. يبقى انا بالنسبه لي هنا ركز كده، القمه بتاعت الهرم عندي ده بيكون اخر واحد المين من الليفنج اورجانيزم. جميل. طيب خش يا معلم في اللي بعده.
واللي بالمناسبه بيوصل له اقل انرجي، بيكون وصل له اقل انرجي. قال لك خلي بالك الانرجي لو لوس ليميت بيراميد ليفل، بيقول لحضرتك ان انا عندي ليميت للايه؟ ليميت للانرجي ليفلز دي، ان انا بيكون عندي usually have no more than 6 level، ما بيكونش عندي اكتر من 6 level بس. ليه؟ قال لحضرتك عشان خاطر الانرجي become too small to support more organism، عشان خاطر هو عقبال ما بيوصل للليفل السادس بيتبقى عندي انرجي تو ليتل انرجي، ان انا خاطر ان انا ازود كمان ليفنج اورجانيزم انه يبقى ياخد الانرجي الصغيره دي يعمل بيها حاجه، لكن هو في الحقيقه ما بيتبقاش ليه اي حاجه خالص، بيتبقى تو ليتل اوف انرجي ما تكفيهوش. خلاص، عشان كده لما يجي يسالك يقول لك انا ليه يوجوالي نو مور ذان 6 ليفل بس عندي في الانرجي بيراميد، تقول له عشان دي بيتبقى ريمين بيكام تو سمول انرجي تو سبورت مور اورجانيزم. خلاص، بيتبقى عندي سمول انرجي انها تسبورت ليفل كمان. قال لحضرتك خلي بالك الهيومن انرجي كونسبشن ان ايتنج البلانت از مور انرجي افيشنت بالنسبه لي ذان ايتنج الانيمال. ليه يا مستر ان انا باكل جزرايه احسن من ان انا اكل لحمه؟ قال لحضرتك بيكوز البلانت بروفايد مور دايركت انرجي وذ فيور لوز. يعني من الاخر خالص كده البلانت عندي ما بيكون لوز انرجي قليله مقارنه مثلا بالبقره اللي هي كلت من البلانت، فالبلانت بالنسبه لها خد منها طاقه، يعني حصل ترانسفير للانرجي من البلانت للبقره، بس مش كل الانرجي اللي كانت موجوده في البلانت، صح؟ فبالتالي الانرجي اللي وصلت لي بعد كده اقل بكتير من ان انا اكل البلانت دايركت. خلاص؟ طب خش معايا يا سيدي في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك calculating اللوست انرجي دي. بص يا سيدي ركز معايا في الحته دي قوي. بيقول لحضرتك suppose a rabbit obtain 100 جول of energy. تخيل معايا ان انا عندي ارنوب من الارانيب عنده 100 جول من الانرجي. تفتكر ال 100 انرجي دي او ال 100 جول اوف انرجي دي هتتقسم ازاي او هتروح ازاي؟ قال لحضرتك خلي بالك الرابت ده كل البلانت فجاله 100 جول اللي بتمثل 10% بس من الانرجي بتاعت البلانت، و90% مالهم لوزز از هيت. قال لحضرتك خلي بالك هيستعملهم اولا في حاجه اسمها السيلولار ريسبيريشن، في عمليه التنفس، ودي بالنسبه لي كيميكال انرجي. قال لحضرتك في الموفنج الارنوب ده لما يتحرك هيستهلك الانرجي اللي خدها دي يحولها لكاينيتيك انرجي. خلي بالك افتكر معايا واحده واحده كده. الارنوب ده لما كان البلانت خد كيميكال انرجي اللي هي بتتمثل فين؟ في الشوجر او الجلوكوز. خد الكيميكال انرجي دي حولها تاني لموف اللي هي كاينيتيك انرجي. يبقى خد الكيميكال انرجي حولها لكاينيتيك انرجي عن طريق الحركه لما اتحرك. قال لحضرتك كمان خلى البادي وورم لما بدا يدفي جسمه ده بالنسبه لي حول الكيميكال انرجي عندي لثيرمال انرجي. وبعد كده الاندايجستد فود، الفود او الاكل اللي ما اتهضمش ده بيروح فين؟ بيروح مع اللي راحوا. جميل. ده عن طريق، وده بالنسبه لي يعتبر كيميكال انرجي، عن طريق الويست اند ريتيرن تو ذا سويل ثرو اكسكريشن. عمليه الاخراج بترجع تاني فين؟ في التربه. خلاص، وده بالنسبه لي كيميكال انرجي. طب نستنتج من الكلام ده ايه يا سيدي؟ قال لحضرتك when adding up this different forms of energy، لما ناخد كل الديفرنت اوف انرجي دي نجمعها مع بعض نلاقي التوتال بتاعها كام؟ 100 جول. 100 جول، وده بيسبورت اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الانرجي نيذر كرييتد نور ديسترويد بات ترانسفورم من فورم تو انذر فورم. يعني من الاخر خالص كده الانرجي اللي عندي دي ولا بتكرييت، يعني ما بتنتجش، ولا بتكون يعني مش جايه من العدم، ولا بتكون تختفي في العدم، ولكنها بتتحول من صوره لصوره ايه؟ لصوره ثانيه. شبه ما انت شفت كده الارنوب خد الكيميكال انرجي حولها للكاينيتيك والثيرمال والكاينيتيك انرجي، كل الكلام ده. خلاص، خش معايا يا سيدي في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ ركز معايا. بيقول لحضرتك الكونسرفيشن اوف انرجي يا سيدي اهو. بيقول لك the law of conservation of energy apply to food chain explaining how energy move through transform across different level in ecosystem. فجابها لك ازاي يا سيدي؟ بص اهو،
قال لحضرتك مبدئيا رقم واحد عندي الانرجي ستات وذ ذا صن، بيجي الشمس يديني سولار انرجي للبلانت، البلانت ياخدها يعمل فوتوسينثيز. فوتوسينثيز يعني ايه؟ يعني كيميكال انرجي ستورد فين؟ في الشجر. خلاص. جه عند حضرتك هيربيفورس، ومين الهيربيفورس ده؟ الهيربيفورس ده الانيمال ايت بلانت، اسمه هيربيفورس. الهيربيفورس ده انيمال ايت بلانت، الحيوانات اكلة العشب، اسمهم هيربيفورس. ياكل مين؟ ياكل حضرتك البلانت عندي، فيحصل ترانسفير للانرجي ليه. خلاص. يجي بعد كده واحد تاني اسمه كارنيفورس. اسمه يا مستر؟ اسمه كارنيفورس. مين الكارنيفورس ده؟ ده انيمال ايت ميت، ده مين؟ بياكل لحمه، اللي هم اكلات اللحوم، دول اسمهم ايه؟ اسمهم كارنيفورس. خلاص. يحصل بعد كده ترانسفير للانرجي من الهيربيفورس للكارنيفورس. يجي بعد كده الكارنيفورس ده يموت، يجي بعد كده يموت. اللي هيحصل الانرجي اللي فيه تروح لمين؟ تروح لناس اسمهم الديكومبوزرز. مين؟ الديكومبوزرز، زي البكتيريا، صح كده؟ طيب يبدا ان هو يحصل له تحلل او ديكومبوزيشن. الديكومبوزرز ياخد الانرجي بتاعته، وبعد كده الديكومبوزرز بيعمل ايه؟ قال لحضرتك الديكومبوزرز بيرجع تاني الكلام ده على هيئه نيوترينتس للسويل، عشان خاطر يرجعها تاني لمين؟ يرجعها تاني للبلانت. يبقى السايكل بتاعتي دايره كده، ان انا اصبح عندي الانرجي عماله بتلف، بس اتحولت ما عندي من صوره لصوره تانيه، لغايه ما وصلت للديكومبوزرز احولها عندي لنيوترينز، البلانت يرجع ياخدها تاني عشان يعمل عمليه مين؟ الفوتوسينثيز بتاعتي. صعب الكلام؟ طب خش يا سيدي، تعالى بص اهو. قال لك اهو مين الكارنيفورس انيمال؟ دول لايك فوكس ايت الايه؟ الهيربيفورس او ايت الميت. خلاص. والهيربيفورس دول يا سيدي الانيمال اللي هم عاملين لك بالاخضر اهو ايت البلانت. خلاص. خش يا سيدي في اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ تعال نحل سؤالين عشان نشوف انت فاهم ولا لا. بص يا سيدي، السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ كده كده انا سايب لك البي دي اف عندي على التليجرام، خش شوفه. جوش يا سيدي. بيقول لك وات از ان ايكو سيستم. ايه الايكو سيستم ده يا سيدي؟ الايكو سيستم ده حضرتك ده اللي بيحصل فيه انفايرمنت، بيحصل فيه انتر اكشن بين الليفنج اورجانيزم، بيحصل انتر اكتنج وذ ذير فيزيكال انفايرمنت، ده الايكو سيستم. يبقى الايكو سيستم ده بالنسبه لي الفيلد اللي بيحصل فيه انتر اكشن ما بين الليفنج اورجانيزم. قال لك بعد كده وات از ذا برايمري سورس اوف primary source of energy in ecosystem. in ecosystem. في الايكو سيستم حضرتك انا عندي الانرجي دي بتكون السولار انرجي بينزل على البلانت، البلانت بيبدا ياخد السولار انرجي يحولها لكيميكال انرجي ويستارت بيها الاليشال انرجي. فبيقول لك هيت فروم ذا ايرث سكور، لا. قال المون، لا. ولكن السولار راديشن او السان لايت ده بالنسبه لي البرايمري سورس اوف انرجي. طب مين تاني يا سيدي؟ بيقول لحضرتك البرايمري سورس اوف انرجي اوف ايرث سيرفيس، هي ده الصن، الشمس، ده بالنسبه لي السورس اوف انرجي للارث سيرفيس. طب مين البرايمري سورس اوف انرجي ان فود تشين؟ وانس ان قال لي فود تشين انا عارف على طول ان البلانت ده بروديوسر، بيبروديوس الانرجي عندي عشان يعمل لي اصلا فود تشين. طب مين يا سيدي اللي بعده؟ قال لحضرتك تعالى نحل السؤال ده. بيقول لك determine the number of ترافيك ليفل ان ذا جيفن فود تشين. بص يا سيدي معايا كده على الصوره. بيقول لحضرتك انا عندي بلانت، بعد كده الانسكت، بعد كده الماوس، بعد كده جه مش عارف سلحفه تقريبا دي ولا ايه، بعديها جه النسر. يبقى انا عندي كام ترافيك ليفل؟ هتقول لي يا مستر ادي 1، ادي 2، ادي 3، 4، وادي كام؟ وادي 5. خلاص. يبقى انا بالنسبه لي الاجابه عندي مين؟ الاجابه عندي سي. انا عندي 5 ترافيك ليفل. صعب الكلام؟ قال لك لا. طب خش بقى معايا في الليسون اللي بعده. خش معايا يا سيدي في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك البلانت انرجي كابتشر باي بلانت. ازاي الانرجي بالبلانت دي بتاخدها؟ قال لك بمنتهى البساطه احنا جايين نشرح دلوقتي عمليه الفوتوسينثيز. خلاص. قال لحضرتك دلوقتي البلانت يوز حاجه اسمها الكلوروفيل.
البلانت عندها حاجه اسمها كلوروفيل. الكلوروفيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن جرين بيجمنت او صبغه خضراء موجوده فين؟ في السيل بتاعها. مالها يا سيدي؟ قال لك دي بتعمل ابزورب للسان لايت، بتمتص السان لايت. وده بالنسبه لك البروسيس دي بتحصل في سبيشال بارت اسمه الكلوروبلاست، اسمه الكلوروبلاست. يبقى انا عندي الكلوروبلاست عليه البيجمنت، الجرين بيجمنت اللي اسمها كلوروفيل، بتابزورب السان لايت، وتبدا ان يحصل عندي البروسيس عندي دي في حاجه اسمها الكلوروبلاست. خلاص. قال لحضرتك ان البلانت بتكونفرت عندي الكربون دايوكسيد والووتر عشان تفورم عندي حاجه اسمها الجلوكوز، وتريليز عندي الاكسجين كجاز. والايكويشن بتاعتي بتقول لي ان انا عندي 6 مول من الكربون دايوكسيد بلس 6 مول من ال H2O معانا على السهم لايت وكلوروفيل يدينا الجلوكوز C6H12O6 بلس ال 6O2. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قال لك بعدين يا سيدي، قال لحضرتك تعال نشوف الكلام ده بيروح فين بعد كده. بيقول لحضرتك وانس ان انا عملت خلاص الجلوكوز وطلعت الاكسجين، بيجي انيمال او ليفنج اورجانيزم يتنفس الاكسجين وياكل البلانت دي عشان خاطر ياخد الجلوكوز ويعمل بيه حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن، يعمل بيها حاجه اسمها الريسبيريشن او السيلولار ريسبيريشن. ماله يا سيدي الريسبيريشن ده؟ لو خدت بالك هتلاقي الريسبيريشن ده عكس الفوتوسينثيز. انا المره دي بقلب، كنت باخد كربون دايوكسيد ووتر الاول عشان ادي جلوكوز واكسجين. المره دي في الريسبيريشن انا باخد الاكسجين مع الجلوكوز خلاص عشان اطلع كربون دايوكسيد ووتر بلس انرجي هيت يوزيبل باور اللي هي حاجه اسمها الاي تي بي اللي هي الادينوزاين ترايفوسفيت. حلو الكلام. والكلام ده بالمناسبه بيحصل عندي في الميتوكوندريا، يبقى انت كده تفهم بسرعه كده. انا عندي الفوتوسينثيز عندي بتحصل في حاجه اسمها كلوروبلاست، لكن عندي الريسبيريشن بيحصل عندي في حاجه اسمها الميتوكوندريا. حلو الكلام. وباخد فيه جلوكوز مع الاكسجين وبعملهم ايه؟ دبل كليك كده على طول يديني كربون دايوكسيد ووتر بلس الانرجي. خلاص كده. قال لحضرتك الانرجي فلو ان نيتشر السان لايت انرجي ستورد كيميكال انرجي ان بلانت الجلوكوز. وبعد كده when الانيمال ايت البلانت زي تيك ذيس كيميكال انرجي. وقال لحضرتك ذيس انرجي از يوزد للموفمنت الجروس keeping body warm. حلو الكلام. حلو الكلام. يبقى انا خدت الجلوكوز حولته عندي الانرجي واستعملته في اكتر من استعمال. جميل جميل. قال لك بص بقى يا سيدي، هل في ريليشن ما بين الفوتوسينثيز والسيل ريسبيريشن؟ قال لك قال لك بص يا سيدي، عندي سايكل سهله وبسيطه. ايه يا عم؟ قال لحضرتك انا جا سن لايت على بلانت، جا تحديدا عند الكلوروفيل عمل ابزورب للسان لايت دي جوه حاجه اسمها الكلوروبلاست. حلو الكلام. فانتج لي الجلوكوز والاكسجين، انتج لي الجلوكوز والاكسجين. وخد مني معلومه مهمه، ان الجلوكوز ده بالنسبه لي المين برودكت لعمليه الفوتوسينثيز. يبقى عمليه الفوتوسينثيز المين برودكت بتاعها مين؟ الجلوكوز. جميل. يعني من الاخر خالص كده لما يجي يسالك يقول لك هو الفوتوسينثيز بيتشقلب الشقلبه دي ليه؟ قول له عشان بيعمل جلوكوز مش عشان الاكسجين. لكن الباي برودكت مين؟ الباي برودكت يا مستر ده الاكسجين. الباي برودكت ده الاكسجين. يبقى المين برودكت عندي ده الجلوكوز، ولكن الباي برودكت ده الاكسجين. حلو الكلام. حلو الكلام. طب جاء انيمال خد الكلام ده، خد الجلوكوز وتنفس الاكسجين، هيعمل بيهم ايه؟ قال لك يجي على طول عند الميتوكوندريا. يجي عند مين؟ الميتوكوندريا. وهو بيعمل ريسبيريشن عند الميتوكوندريا، يطلع لي الكيميكال انرجي اللي خدها دي اللي هي الجلوكوز، ياخد الكيميكال انرجي دي يعملها لي ايه؟ انرجي اي تي بي، ادينوزاين ترايفوسفيت. حلو الكلام. يطلع لي بقى، وده بالنسبه لي المين برودكت. ده مين؟ المين برودكت. يبقى المين برودكت في الفوتوسينثيز الجلوكوز، المين برودكت في الميتوكوندريا الانرجي او الاي تي بي. حلو الكلام. ويطلع لي كربون دايوكسيد وووتر، والاثنين دول از ويست.
حلو الكلام. يبقى في الريسبيريشن اللي بيطلع از ويست كربون دايوكسيد والووتر، المين مين الاي تي بي، على عكس مين الفوتوسينثيز. الفوتوسينثيز عندي المين برودكت الجلوكوز، الباي برودكت الاكسجين. حلو الكلام يا مستر، حلو الكلام. فقال لحضرتك ان انا عندي في الفوتوسينثيز انا بولد اصلا الايه الجلوكوز والاكسجين اللي محتاجهم السيلولار ريسبيريشن عشان خاطر ينتج لنفسه الانرجي، عشان خاطر ينتج لنفسه الانرجي، ويرجع تاني كربون دايوكسيد ووتر عشان خاطر البلانت يبدا ياخدهم تاني ويعمل الفوتوسينثيز تاني، وهكذا. وادي السايكل بتاعتك. حلو الكلام، جميل. قال لحضرتك خلي بالك بقى ان انا عندي ريليشن ما بين الفوتوسينثيز والسيلولار ريسبيريشن دي بتامباكت عندي على الانفايرمنت، او بتامباكت عندي ليها تاثير على الايكو سيستم. في ايه يا مستر؟ قال لك في 3 حاجات. اولها حاجه في الايكولوجيكال بالانس، اول حاجه في الايكو سيستم بالانس. ازاي؟ قال لحضرتك ان الريليشن شيب دي بتكون ايه يا سيدي؟ قال لك بتعمل بالانس اوف جازز ان ذا اتموسفير. انا بعمل ايه؟ انا عندي البلانت بيعمل فوتوسينثيز فبيابزورب الكربون دايوكسيد من الاتموسفير. حلو الكلام، حلو الكلام. بيرجع تاني يطلع لي اكسجين. ماشي ماشي. يجي بعد كده للريسبيريشن، باخد الاكسجين وارجع له تاني كربون دايوكسيد مطرح اللي اخده من الاتموسفير. صعب الكلام. فبالتالي عملت بالانس عندي في الايكو سيستم، فعملت بالانس للجازز في الاتموسفير. البلانت بيبريديوس الاكسجين اند كابتشر كربون دايوكسيد، لكن في الريسبيريشن عندي الليفنج اورجانيز بيكونسيوم الاكسجين ويبريديوس كربون دايوكسيد، والعمليه خد وهات. فبالتالي بيخلي عندي بالانس في الايكو سيستم. قال لك طب تاني حاجه عندي في الانرجي فلو. ازاي؟ قال لك بص، مش البلانت بياخد السولار انرجي عشان يعمل جلوكوز؟ قال لك حصل. فبالتالي بيحصل ترانسفير ثرو ذا فود تشين. الجلوكوز ده بيحصل ليه ترانسفير خلال الفود تشين ككيميكال انرجي عن طريق ان البلانت ار كونسيومد باي انيمالز. يبدا الانيمال ياكل البلانت ويبدا ياخد ماله عن طريق الريسبيريشن الجلوكوز ده ويحوله لاي تي بي، يحوله لاي تي بي. جميل. ذا برايمري انرجي سورس فور اول فيتال بروسيس ان ليفينج اورجانيزم. والاي تي بي ده مهم جدا لكل اللايف بروسيس اللي محتاجه يعملها الليفينج اورجانيزم. جميل. طيب تالت حاجه يا سيدي، قال لك تالت حاجه عندي الكربون سايكل. حاجه اسمها الكربون سايكل. قال لحضرتك الفوتوسينثيز اند السيلولار ريسبيريشن بوز كونتريبيوت تو ذا ناتشرال كربون سايكل. نفس الكلام اللي انا كنت لسه قايله لحضرتك من شويه، ان انا الكربون دايوكسيد والووتر ريسايكلد بتوين ذا انفايرمنت اوف ليفينج اورجانيزم. وخلي بالك ان انا باخد عندي الفوتوسينثيز كربون دايوكسيد وبطلع اكسجين، ريسبيريشن بياخد الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، وهكذا. قال لك simply put الفوتوسينثيز provide glucose and oxygen which are used in cellular respiration. قال لك to release الانرجي with this integration between الفوتوسينثيز والسيلولار respiration. طب الكلام ده كله عشان خاطر ايه؟ قال لك عشان خاطر يحصل balance of gases in the ecosystem supporting the life of the earth. تعال بص معايا بعد كده عمل ايه. قال لحضرتك جيت بعد كده عملت اكسبيرمنت كده عشان اشوف الفوتوسينثيز بتاعتي. جميل. قال لحضرتك جبت الفوتوسينثيز ازاي اللي انا بقوله ده؟ جبت حضرتك البلانت تحديدا مارين بلانت، قال لحضرتك اسمها الإيلوديا. جميل. حاجه اسمها الإيلوديا بلانت. جميل. الإيلوديا بلانت دي رحت جايبها وحطيتها في ووتر وحطيت معاها صوديوم او بيكربونات. حلو الكلام. قال لحضرتك عشان ده بيعمل كربون دايوكسيد، ورحت جاي قاسمها نصين، نص عملت له الليف بتاعه سايبه مفتوح انكفرد ليف، وجزء تاني عملت له كفرد للليف، وجبت لهم زي مصدر اضاءه او مصدر للسولر او مصدر لللايت انرجي، وسبتها شويه وبصيت. تفتكر ايه اللي حصل؟ قال لحضرتك بص اللي حصل، لقيت ايه؟ لقيت ان الانكفرد
uncovered leaf ما عندها more bubble، وده معناها ان عملت oxygen than covered leaf. يعني الجزء اللي هو ماله uncovered عمل produce ليه oxygen اكتر من الجزء اللي معمول له covered، مش واصل له light. قال لحضرتك والناحيه الثانيه الانكفرد ليف كان مور جرين ليفز زان الكفرد ليف، الجزء اللي كان متعرض اكتر لللايت ده كان ماله مور جريننج عن الجزء الكفرد لايت. وده معناه ايه؟ معناه سيادتك ان حضرتك لما تعلي الايه، تعلي اللايت، فمعناه ان هيحصل انكريزنج للفوتوسينثيز عندي، هيعمل انكريزنج للفوتوسينثيز. ولكن خلي بالك انا عندي الشكل بتاعي هيبقى عامل كده، هيحصل عندي انكريزنج لغايه ما يوصل عند بوينت ويفضل عندها كونستانت او ثابت. ليه؟ عشان وصل للساتوريشن، عشان خاطر لو انا عايز اخلي الفوتوسينثيز عندي يحصل لها انكريزنج دايركت كده على طول، فانا محتاج عندي 3 حاجات: النيوترينز واللايت والمين الكربون دايوكسيد. ال3 دول لازم يزيدوا معايا خلاص. ولكن وانس اني زودت حاجه واحده من ال3 دول فيحصل عندي انكريزنج لفتره ما لبوينت معينه ليوصل ليها للساتوريشن ويفضل ثابت. كذلك عندي نفس الكلام لو عملت ما بين الفوتوسينثيز والكربون دايوكسيد انكريزنج، زودت الكربون دايوكسيد فبالتالي هيحصل برضو انكريزنج للفوتوسينثيز عند بوينت وبعد كده يبقى كونستنت. جميل. طب خش يا سيدي في اللي بعده. قال لحضرتك في اللي بعده ايه؟ قال لك انا ممكن اعمل حركه حلوه. قال لك ايه؟ قال لك الريليشن بين الفوتوسينثيز اند السيلر ريسبيريشن. تعال نمثلها كجراف. جميل. قال لحضرتك بص لو عايز تمثلها كجراف هيحصل كالاتي، هيبقى الجراف منظره عامل كده. ليه يا مستر؟ اقول لحضرتك في بدايه الفوتوسينثيز، انا هنا بتكلم على فوتوسينثيز بروسيس. في بدايه الفوتوسينثيز بروسيس تفتكر الجاز الاكتر مين؟ هل هو الكربون دايوكسيد ولا الاكسجين؟ هتقول لي على طول يا مستر ده الكربون دايوكسيد هو اللي بيكون اعلى واحد في الاول. ليه؟ عشان خاطر ده الجاز اللي محتاجه عشان يعمل فوتوسينثيز يا ابني. فبالتالي كربون دايوكسيد بيبدا يعمل فوتوسينثيز فيبدا يقل 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 لغايه ما يوصل عند نقطه يبقى ثابت فيها. يزيد فيها في نفس الوقت مين؟ الاكسجين. الاكسجين عندي يبدا هو اللي انكريزنج، على عكس السيلر ريسبيريشن. السيلر ريسبيريشن انت بتاخد الاكسجين اصلا بتتنفس اكسجين، فبالتالي الاكسجين عندي هو اللي بيكون اعلى حاجه وبعد كده بيبدا يقل ويطلع مطرحه الكربون دايوكسيد. خلاص. ده كده ريليشن ما بين الفوتوسينثيز والجازز بتاعتها والريسبيريشن والجازز بتاعتها. بيقول لحضرتك تعالى نتكلم شويه عن الفوسل فيول. ايه الفوسل فيولز دي؟ قال لحضرتك الفوسل فيولز دي عباره عن ناتشرال انرجي سورس زي الكول والبتروليوم والناتشرال جاز formed from ancient plant and animal that stored solar energy. قال لحضرتك ان ده عباره عن فوسل فيولز، عباره عن انيمال كانت قديمه اتدفنت وتحولت بعد كده حضرتك لفيولز كانت بتستورد جوه منها انرجي. حلو الكلام. قال لك عندي 3 تايب: كول، بتروليوم، وناتشرال جاز. بسرعه كده بسرعه ايه الفرق ما بين ال3؟ حضرتك الكول ده اتكون من ديد تري اند بلانت وبوريد اندر جراوند مليون اوف ييرز وتحت دبس عالي، فتكون عندي الكول وبيكون ريتش ان كربون. ولكن البتروليوم ده كان في مارين بلانت اند مارين انيمال. خلاص. ماله اتدفن برضو مليون اوف ييرز تحت دبس عالي وضغط عالي، فكون لي البتروليوم. كون لي البتروليوم وده ليكويد ميكتشر وريتش بحاجه اسمها الهيدروكربون اللي هي بالنسبه لي الهيدروجين والكربون. طب الناتشرال جاز قال لك الجاز حضرتك ده ريتش بحاجه اسمها الميثان CH4 الميثان. وقال لحضرتك ده مينلي ميثان فاوند اباف البتروليوم ديبوزيت، ودايما بيكون اعلى من البتروليوم ديبوزيت، بيكون فوق منه. ليه؟ عشان خاطر الدنسيتي بتاعته بتكون اقل. خلاص. جميل. قال لحضرتك هاو
fossil fuel are used ازاي بنستخدمه؟ قال لك عن طريق انك تعمل بيرند with oxygen، فساعتها الفوسل فيول هيريليز الثيرمال انرجي. جبت حضرتك الفوسل فيول حرقته او عملت له بيرن مع الاكسجين فبدا ان هو يدي لك ثيرمال انرجي. في مشكله في الكلام ده؟ قال لحضرتك ان this energy powers machine like car engine وباور بلانت، بقدر ان انا استعمله بعد كده في الكار ماشين، في الماشينز او الكار انجن. قال لحضرتك بعد كده ايه؟ بيقول لك الكي كونسبت اوف ثيرمودايناميك. تعال نتكلم يا سيدي في الثيرمودايناميك. مالها الثيرمودايناميك؟ ايه الثيرمودايناميك دي؟ بيقول لحضرتك ده برانش اوف ساينس ذات ستادي الانرجي اند اتس ترانسفورميشن during الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال بروسيس. يبقى العلم ده علم بيدرس الانرجي بتاع حضرتك عن طريق الترانسفورميشن بتاعه في الفيزيكال او الكيميكال او بيولوجيكال بروسيس. قال لحضرتك العالم ده متقسم عنده لثلاث حاجات. الثيرمودايناميك مقسم الدنيا عنده لثلاث حاجات، حاجه اسمها سيستم، حاجه اسمها سراوندنج، حاجه اسمها سيستم باوندري. واحده واحده يا مستر. اقول لحضرتك مبدئيا السيستم ده البارت اللي انا بعمل عليه ستادي. تقدر تمثله بكوبايه الشاي. يعني هي كوبايه شاي، الشاي اللي جواها ده كيميكال رياكشن جوه منه الميه والشاي والسكر. الميه والشاي والسكر حضرتك ده بالنسبه لي جزء او بارت انا بستدي بدرسه. خلاص ده بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه السيستم. الكوبايه ذات نفسها ده اسمها السيستم باوندري، اسمها السيستم باوندري. اما السراوندنج فده محيط الاوضه اللي موجود فيه كوبايه الشاي. والسيستم باوندري ده بيعمل سيباريت ما بين السيستم وما بين السراوندنج، وده شيء بديهي جدا. الكوبايه فاصله ما بين السيستم وما بين السراوندنج. في مشكله؟ قال لك لا مفيش. طب ايه تاني؟ قال لحضرتك اما يجي مقسمهم لي لثلاث انواع open system closed system isolated system. طب بسرعه كده عشان نفهمها. معايا كوبايه شاي عاديه جدا بشرب منها وممكن ازود منها وممكن تتدلق تقع ولو سبتها تبرد. ده معناه ان بيحصل عندي ترانسفير للانرجي، عشان هي كانت سخنه سبتها بردت. فده بسبب ايه؟ ان الانرجي اللي جوه منها حصل لها ترانسفير من السيستم اللي جوه للسراوندنج. حتى لما تيجي تقرب كده ايدك شويه من الكوبايه تلاقيها سخنه. جميل. وده معناه ان حصل ترانسفير للانرجي، او ده سيستم بيسمح لانه يحصل ترانسفير للانرجي، وكمان بيسمح لترانسفير الماتر، اكستشينج للماتر ما بين السراوندنج والسيستم وما بين السيستم والسراوندنج. حلو الكلام. ده كده مين؟ ده كده الاوبن سيستم. يبقى الاوبن سيستم ده سيستم ذات اكستشينج بوث الانرجي اند الماتر with is surrounding. حلو الكلام. وده الشكل بتاع سيادتك اهو كده. خلاص. اما الكلوزد سيستم، جبت كوبايه الشاي دي ورحت جاي حاطط لها غطا، تفتكر لو عملتها كده هتتدلق؟ قال لك لا مفيش حاجه هتقع منها للسراوندنج، ولكن لو سبتها تبرد هتبرد. فده معناه ان بيحصل عندي اكستشينج للانرجي only but not exchange للماتر. يبقى الراجل ده ما بيعملش اكستشينج للماتر ما بين السيستم والسراوندنج والعكس برضه، ولكن بيسمح بمرور او اكستشينج مين؟ الانرجي اونلي. وده الشكل بتاع حضرتك، وده يعتبر limited interaction مع السراوندنج بتاعه، على عكس الايزوليتد سيستم. الايزوليتد سيستم ده عباره عن مج حراري مقفول بالغطا بتاعه. لو سبته لو سبته مش لدرجه سنتين، لو سبته ساعتين مش هيبرد، ولكن لو قلبته برده مش هيتقلب. فبالتالي السيستم ده اسمه ايزوليتد سيستم علشان ما بيعملش اكستشينج ولا للانرجي ولا للماتر. ما بيعملش اكستشينج ولا للانرجي ولا للماتر. وده الشكل بتاع حضرتك، وده يعتبر نو انتراكشن ما بينه وما بين السراوندنج بتاعه. في مشكله؟ قال لك لا. طب ايه لازمه الكلام ده؟ هقول لك دلوقتي، بس قبل ما اقول لك خليني اقول لك الفرق ما بين حاجه اسمها الاكستنسيف بروبرتي وحاجه اسمها الانتنسيف بروبرتي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاكستنسيف بروبرتي بمنتهى البساطه دي بروبرتي ديبند على الاماونت اوف ماتر. الاماونت اوف ماتر. يبقى الاكستنسيف بروبرتي دي بتعتمد على الاماونت اوف ماتر. زي مين يا مستر؟ زي الماس، زي الفوليوم، زي الهيت كاباسيتي، زي السيرفيس اريا، او الانترنال انرجي كل ده يا سيدي يعتبر اكستنسيف بروبرتي، لانه معتمد عندي على الاماونت اوف
ماتر. ولكن الانتنسيف بروبرتي دي بروبرتي عندي ما بتعتمدش على الماتر او الاماونت اوف ماتر، دي تعتبر كاركترستيك بروبرتي زي السبسيفيك هيت. هل السبسيفيك هيت او التمبريتشر تفتكر والله قللت الكميه او صغرت الكميه درجه الحراره هتفرق؟ قال لك لا. السبسيفيك هيت هتفرق؟ قال لك لا. يبقى دي اسمها انتنسيف بروبرتي. يبقى الانتنسيف بروبرتي دي كاركترستيك بروبرتي ما بتعتمدش على الاماونت اوف ماس، على عكس الاكستنسيف بروبرتي دي بتعتمد على الاماونت اوف ماس. طب مين تاني يا سيدي؟ قال لك عندك الفيرست لو اوف ثيرمودايناميك. وخلي بالك الفيرست لو اوف ثيرمودايناميك ده تقريبا شبه بالظبط اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، انه بيقول لك ان الستيت ذات انرجي cannot be created or destroyed but only transformed from one form to another. وراح جاي قال لحضرتك انا عندي قانون اسمه الدلتا يو بيكوال الدلتا كيو ماينس الدلتا دبليو. الدلتا يو دي اللي تشينج ان internal energy of the system، اما الدلتا كيو دي الهيت added or removed from the system، اما الدلتا دبليو دي الورك دان باي اور اون ذا سيستم. طب يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ تعالى يا سيدي، مبدئيا خلينا متفقين على ان انت عارف ان الانترنال انرجي عندك دي الطاقه الداخليه اللي جوه السيستم. جميل. قال لحضرتك بص بقى ركز معايا، ايه الفرق لما تقول لي ثيرمال انرجي والورك دان اور اون او باي السيستم؟ حلو الكلام، واحده واحده. قال لحضرتك مبدئيا خليني اقول لك ان الدلتا كيو اللي هي الثيرمال انرجي دي اماونت اوف انرجي بتاد اور ريموفد من السيستم. حلو الكلام، حلو الكلام. قال لك الدلتا كيو دي ممكن مره تبقى بوزيتيف وممكن مره تبقى نيجاتيف. قال لك امتى تبقى بوزيتيف؟ قال لك تبقى بوزيتيف لما الاماونت اوف هيت جيند باي ذا سيستم فروم ذا سراوندينج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كوبايه الشاي موجوده اهي وانت موجوده في وسط او السراوندينج بتاعها اسخن منها، فبالتالي هتجين انرجي من مين؟ من اللي حواليها. حلو الكلام. ساعتها تبقى الدلتا كيو بوزيتيف طالما جين، هي بتجين انرجي. قال لك تبقى نيجاتيف امتى؟ لما يكون الاماونت اوف هيت لوست باي ذا سيستم تو ذا سراوندينج، لما يحصل ان السيستم ده يلوز الانرجي للسراوندينج. شبه بالظبط كده التلج، لو جبت تلج عندك في كوبايه فالتلج بالنسبه لي دلوقتي ده السيستم والسراوندينج ده حوالين منه اسخن منه، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل جين للانرجي من التلج، فساعتها يبقى الدلتا كيو عندي تبقى بوزيتيف. خلاص جبت عند حضرتك كوبايه الشاي، كوبايه الشاي بردت بسبب ان هي لوز الانرجي بتاعتها كسيستم، لوز الانرجي بتاعتها، فساعتها الدلتا كيو تبقى بنيجاتيف. في مشكله؟ طيب قال لك بقى الورك دان، قال لك الورك دان مره تبقى بوزيتيف برده مره تبقى نيجاتيف. امتى؟ قال لك لما الورك يكون دان باي ذا سيستم اون ذا سراوندينج، باي ذا سيستم اون سراوندينج. يعني ايه الكلام ده؟ قال لحضرتك عشان تفهمها هات كباس وحط فيه جاز وابدا يكبس عليه. جميل. وسيبه، لو لقيت الجاز بيزق الكباس لفوق، بيزق الكباس لفوق، ده معناه ان حصل ورك دان باي ذا سيستم. السيستم هنا هو اللي بيعمل الورك وبيزق الكباس لفوق، صح؟ فبالتالي يبقى ساعتها الدلتا دبليو عندي بوزيتيف عشان الورك دان باي ذا سيستم اون سراوندينج، على السراوندينج. طب امتى يبقى بنيجاتيف؟ قال لك العكس، لما الورك دان يكون باي ذا سراوندينج اون ذا سيستم. لما انا كنت قاعد بكبس على الجاز انا كده بعمل ورك دان من السراوندينج على السيستم. وصلت؟ يبقى ساعتها الدلتا دبليو تبقى بنيجاتيف. جميل جميل. قال لحضرتك ايه؟ قال لك بص يا سيدي بعد كده قال لك الثيرمودايناميك عندي ليها 3 اشكال. ايه هما؟ قال لك عندي حاجه اسمها الايزوثيرمال بروسيس، عندي حاجه اسمها الايزوكوريك بروسيس، عندي حاجه اسمها الادياباتيك بروسيس. واحده واحده. قال لك الايزوثيرمال بروسيس ده بتحصل لما السيستمز عندي temperature doesn't change so its internal energy remain constant. واحده واحده. انت قايل لي يا مستر ان الدلتا يو عندي بتيكوال الدلتا كيو، صح؟ ماينس الدلتا دبليو. في مشكله في الكلام ده؟ قال لك لا يا سيدي. قلت لي حضرتك لما الدلتا يو دي تبقى بزيرو، لما الدلتا يو دي تبقى بزيرو يبقى ساعتها الدلتا كيو هتيكوال الدلتا دبليو، يبقى ساعتها الدلتا كيو تيكوال الدلتا دبليو. طب امتى اصلا الدلتا يو تبقى بزيرو؟ قال لحضرتك لما يحصل ان التمبريتشر عندي يبقى كونستانت. امتى بالظبط حضرتك؟ قال لك لما يكون ميلتنج اوف ايس
اور بويلنج اوف ووتر، لما اكون حضرتك بتغلي الووتر عند درجه كام؟ 100 سيليزيوس، معنى كده ان التمبريتشر عندك كونستانت، يعني كده الدلتا يو عندك بايه؟ بزيرو. ساعتها تقول لي ان الدلتا كيو بتيكوال الدلتا دبليو. طب ايه كمان يا سيدي؟ ده كده اسمه الايزوثيرمال بروسيس. قال لك بعد كده الايزوكوريك بروسيس. مين الايزوكوريك بروسيس؟ قال لحضرتك الايزوكوريك بروسيس ده لما ما يبقاش عندك ورك. يعني ايه ما يبقاش عندك ورك؟ او لما يكون الورك دان بزيرو. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك لما يكون الفوليوم اوف ذا سيستم doesn't change، لما الفوليوم بتاع السيستم عندي ما يتغيرش. قال لحضرتك so no work is done by the system or surrounding، يعني ما بيحصلش عندي ورك دان ولا باي ذا سيستم ولا ايه اون ذا سراوندينج. قال لحضرتك امتى يحصل الكلام ده؟ قال لك لما تعمل هيتنج للووتر ان سيليد كونتينر او بريشر كوكر. جبت حضرتك حله ضغط، بيحصل عندي دلتا كيو، في عندي ترانسفير للايه؟ للهيت، مظبوط. ولكن وعندي الانترنال انرجي بتتغير، ولكن حضرتك انا قافل عليها من فوق، فبالتالي الفوليوم عندي ما بيتغيرش، ما فيش عندي بيحصل ايفابوريشن ولا انا اقدر ازود عليها ميه، فبالتالي انا عندي الفوليوم ثابت. فساعتها تقول لي الدلتا دبليو بزيرو، وساعتها تقول لي ان الدلتا كيو بتيكوال الدلتا يو. ساعتها تقول لي ان الدلتا كيو بتيكوال الدلتا يو، عشان ساعتها الدلتا دبليو بزيرو. وده اسمه يا مستر؟ ده اسمه الايزوكوريك بروسيس. طب مين اخر واحد؟ الادياباتيك بروسيس. الادياباتيك بروسيس عند حضرتك بتقول لي ان الكيو بيكوال زيرو المره دي. يعني ايه يا مستر؟ يعني ما بيحصلش تشينج في الهيت. لما يقول لك نو هيت از اكسشينج with the surrounding so the change in internal energy equals the work done. ساعتها تقول لي والله يا مستر ان الدلتا يو دي بتيكوال نيجاتيف الدلتا دبليو، بتيكوال نيجاتيف الدلتا دبليو. ودي ساعتها يبقى اسمها الادياباتيك بروسيس. امتى؟ لما نو هيت اكسشينج، لما يبقاش في هيت اكسشينج. في مشكله يا سيدي؟ قال لك لا. قال لك بص يا سيدي، الانرجي افشنسي كنت لسه شارحها لك وقايل لك ان الانرجي افشنسي عندي، قال لك دي proportion of useful energy transferred compared to the input energy، علاقه او ريليشن ما بين الانرجي اللي باخدها والانرجي اللي بستفيد منها. قال لحضرتك ان ايكو سيستم اللايت انرجي ان بلانت بتتحول لكيميكال انرجي، والكيميكال انرجي تتحول لكاينيتيك انرجي. قال لك at each step some energy is lost as heat، احنا عارفين المعلومه دي. قال لحضرتك reducing الافشنسي، فبتقلل عندي الافشنسي بتاعت الانرجي. جميل يا سيدي. قال لحضرتك بص كده معايا، فكر معايا كده في السؤال ده. بيقول لك in a cylinder the gas volume is reduced to half its original size very slowly and during this process the temperature remain constant. قال لك التمبريتشر remain constant، وطالما قال لي temperature remain constant يبقى دي بالنسبه لي الايزوثيرمال بروسيس. دي كده ايزوثيرمال بروسيس. وطالما ايزوثيرمال بروسيس يا مستر يعني الدلتا يو عندي بكام؟ بزيرو. يبقى الدلتا يو بزيرو. لما الدلتا يو تكون بزيرو يبقى ساعتها الدلتا كيو بتيكوال الدلتا دبليو. في مشكله؟ قال لك لا. قال لك طب بعدين؟ قال لك the work done is compression is 45 جول، يعني الدبليو دي بكام؟ ب 45 جول. ساعتها هيقول لي عايز ايه؟ اللي تشينج ان انترنال انرجي، والله انا جبته بزيرو لسه جايبه. قال لك بعد كده انا عايز الاماونت اوف هيت ترانسفيرد اوف جاز، هتقول لي الدلتا كيو بتيكوال الدلتا دبليو، فساعتها الدلتا كيو بتيكوال الدلتا دبليو بتساوي 45 جول. ده كده يا سيدي الناتج بتاع الورك دان. قال لك بص بقى تعالى معايا. قال لك الكيمستري ان ثيرمودايناميك. قال لك تعالى، قال لك العلماء اخترعوا عندي حاجه اسمها المول. اخترعوا حاجه اسمها المول. ايه المول ده يا سيدي؟ قال لك المول ده الفورمولا يونت ماس of substance expressed in gram. قال لحضرتك انا بالنسبه لي دلوقتي عندي number of molecules او number of atom، دي حاجه اسمها المول. لما عاوز اوزنهم او اشوف الماس بتاعتهم، قال لحضرتك احنا نسبنا الجرام للماس بتاعت الحاجات الصغيره دي. جميل. تحديدا سميناها المولر ماس. المولر ماس. حلو الكلام. يبقى انا بالنسبه لي المول ده عدد، المول ده اماونت. حلو الكلام. المولر ماس انا هنا بتكلم عن ماس. قال لك في نفس الوقت احنا حددنا
كل اليمنت الماس بتاعته بتبقى عامله بكام، المولر ماس بتاعته بكام. قال لك زي مثلا الاتش قال لك ايكوال بالنسبه لي 1 جرام، الاو الاكسجين ده 16 جرام، الكربون قال لك ده بالنسبه لي 12 جرام. ويجي يسالك يقول لك انا عايز المولر ماس يا عمنا بتاعت الووتر ال H2O، هتحلها ازاي؟ هتقول لي سهله، هتقول لي يا مستر ده H2O يعني او لازقه في كام اتش؟ في 2 اتش، صح الكلام؟ صح. فساعتها تقول لي انا عندي الاتش بكام؟ انا عندي الاتش بواحد، يعني 2 تايمز ال1، صح كده؟ مظبوط، زائد بلس عندي كام او؟ عندي 1 او 1 مول اوف اكسجين، فساعتها تقول لي ده كده ب 16. الناتج اللي يطلع 18 جرام بير مول. انا عندي 18 جرام لكل مول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه عندي 18 جرام لكل مول؟ يعني حضرتك ان انا ال1 موليكيول او ال1 مول اوف موليكيول اوف ووتر بيكوال 18 جرام، يبقى انا لو عندي 2 مول هتضرب على طول ال 18 دي في 2. صعب الكلام؟ يبقى النمبر اوف مول ده نمبر، انا بتكلم هنا على موليكيول مولر ماس اوف 1 مول اوف ووتر اوف H2O. حلو الكلام؟ يبقى بكام؟ ب 18 جرام. قلت لك في 2 يبقى 2 مول، يبقى ضربتهم في 2، 3 مول ضربتهم في 3 وهكذا. بعد كده يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي حاجه اسمها الانثالبي. ايه يا عم المستر الانثالبي دي؟ قال لحضرتك الانثالبي دي تعتبر الكيميكال انرجي اللي بتكون ستورد in 1 mole of substance which consists of the total energy in ايه؟ قال لحضرتك بص، كل واحد فينا عنده طاقه داخليه جوه منه خلاص. موجوده فين؟ قال لك موجوده في الانديفيدوال اتومز عن طريق الالكترونز اللي عماله بتلف حوالين الاتومز، ودي تعتبر بوتنشال انرجي وايه؟ كاينيتيك انرجي. حلو حلو. قال لحضرتك كويس ان الموليكيول شبه بالظبط كده، تشوف كده جوه الموليكيوليه بتاعت الووتر تلاقي عندك انا عندي رابطه هنا او عندي بوند كوفيلنت بوند ما بين الاتش والاو، فده كده جوه الموليكيول الواحد، الموليكيول نفسه جوه منه في بوند ما بين الاو والاتش، البوند دي جوه منها انرجي سميناها الانثالبي. حلو الكلام؟ قال لحضرتك بتوين الموليكيولز، ما بين تو موليكيولز. انا عارف ان انا من الترم اللي فات عندي حاجه اسمها الهيدروجين بوند، فالهيدروجين بوند دي بالنسبه لي عندي تعتبر انرجي، جوه منها حاجه اسمها الانثالبي او الانثالبي ده بالنسبه لي الانرجي اللي جوه منه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قال لك بعدين يا سيدي الانثالبي ده قال لك ايه؟ قال لك عشان نحسب الديفرنس او التشينج ان انثالبي بتقول لي الدلتا اتش بتيكوال الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت ماينس الاتش رياكتنت. وده بالمناسبه اي عندي كيميكال رياكشن بيكون في موليكيول في الرياكتنس وعندي برودكت. اي كيميكال رياكشن عندي فيه ادي الاكس زائد الواي بيديني الاكس واي. حلو. الجزء ده اسمه يا سيدي الرياكتنت، اسمه الرياكتنس، والجزء ده اسمه ايه؟ اسمه البرودكت. صعب الكلام كده يا مستر؟ قال لك لا مش صعب. حلو قوي. قال لحضرتك بقى كل واحد من دول في انثالبي، في عنده انثالبي، ده بيكون انثالبي واحد بيروح يتحول عندي لانثالبي 2. فانا عايز احسب الفرق في الانثالبي ده، اعملها ازاي؟ قال لك سهله، تجيب الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت يدي لك الدلتا اتش. طب وبعدين يا سيدي؟ قال لحضرتك ان انا ما اعمل الموضوع ده الدلتا اتش عندي بتطلع حاجه من اتنين، الدلتا اتش عندي بتطلع حاجه من الاتنين، يا اما بتطلع عندي نيجاتيف يا اما بتطلع عندي بوزيتيف، يا اما بتطلع عندي نيجاتيف يا اما بتطلع عندي بوزيتيف. ايه الفرق ما بين النيجاتيف والبوزيتيف؟ قال لك بص يا سيدي تعالى معايا. قال لحضرتك انا عندي حاجه اسمها الاكزوثيرميك وعندي حاجه اسمها الاندوثيرميك. عندي حاجه اسمها ايه؟ الاكزوثيرميك وعندي حاجه اسمها الاندوثيرميك. يقول لحضرتك الدلتا اتش لو طلعت بنيجاتيف يبقى اسمها اكزوثيرميك، يبقى اسمها اكزوثيرميك، ولو عندي الدلتا اتش دي طلعت بوزيتيف يبقى اسمها اندوثيرميك. صعب الكلام؟ قال لك لا. طب واحده واحده، ايه الاكزو والاندو؟ قال لحضرتك بمنتهى البساطه الاكزوثيرميك دي اعتبرها كوبايه الشاي، الاكزوثيرميك اعتبرها كوبايه الشاي. كوبايه الشاي حضرتك بتكون جايه سخنه في الاول، صح؟ بتكون جايه سخنه في الاول وبعد كده بتسيبها في خلال الرياكشن ده فبتبرد، فبالتالي ده معناه ان الرياكتنت في بدايه ادي كده الرياكشن اهو للستارت بتاعته للاند. حلو الكلام؟
في البدايه كوبايه الشاي بتكون سخنه. يعني ايه سخنه؟ يعني عندها هاي انرجي، عندها هاي انرجي. في الاخر خالص لما بسيبها بتبرد بيكون عندها لو انرجي، لو انرجي. وده معناه ايه يا سيدي؟ قال لحضرتك ده معناه ان انا كده عندي الجزء بتاع الرياكتنت بيكون، او الاتش بتاع الرياكتنت بيكون اكبر من الاتش برودكت، يكون اكبر من الاتش برودكت. عشان كده سيادتك لما تيجي تطرحهم من بعض في الدلتا اتش هيطلع لك بنيجاتيف، الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت. انا بطرح حاجه صغيره ماينس حاجه كبيره، فبالتالي انا كده عندي ايه يا معلم؟ اكزوثيرميك نيجاتيف في الدلتا اتش. على عكس عندي مين؟ على عكس عند حضرتك مين؟ الاندوثيرميك بيكون بوزيتيف في الدلتا اتش بتاعته. ليه يا مستر؟ اعتبرها بالظبط شبه حضرتك كوبايه التلج. كوبايه التلج حضرتك دي بتابزورب انرجي، مالها؟ بتابزورب انرجي، بتجين انرجي. يعني بتكون الرياكتنت بتاعها في الاول ماله؟ لو انرجي، وبعد كده بتجين انرجي من السراوندينج فتبقى هاي انرجي، بتكون مالها؟ هاي انرجي. في مشكله يا سيدي؟ قال لك لا، حلو قوي كده عظمه. طب فهمني واحده واحده. قال لك تعالى بص، تعالى وانا ورايا غيرك. قال لك بص شكل الرياكشن بيكون عامل ازاي. بيجي عند حضرتك كده الاندوثيرميك بيابزورب انرجي، الاندوثيرميك عندي بيابزورب انرجي من السراوندينج، بيابزورب انرجي من السراوندينج. على عكس الاكزوثيرميك بيريليز انرجي. حلو الكلام. بص شكل الايكويشن هنا وهنا. بشكل الايكويشن عندي في الاكزوثيرميك بص كده بيكون الرياكتنت بيديني برودكت بلس انرجي، بلس انرجي ريليز، بيريليز الانرجي بتاعته. حلو الكلام. على عكس الاندوثيرميك الراجل ده الرياكتنت بيابزورب انرجي، بيابزورب انرجي عشان خاطر يطلع البرودكت، عشان خاطر يطلع مين؟ البرودكت. وعلمها بمنتهى البساطه الشديده جدا. الرياكتنت هنا ده، الرياكتنت هنا بيكون الكوانتيتي بتاعته او الانرجي بتاعته قليله، بتكون مالها؟ قليله. يعني الاتش رياكتنت بتكون مالها؟ اصغر من الاتش برودكت. هتقول لي باماره ايه؟ اقول لك باماره ان الراجل ده عشان يطلع البرودكت احتاج يابزورب انرجي، احتاج يابزورب انرجي. لان حضرتك عارف اللو اوف كونسرفيشن، الانرجي اللي موجوده في الرياكتنت لازم تكون قد البرودكت. فعشان الراجل ده يساوي ده بده قال لك انا محتاج انرجي اضيفها على الرياكتنت عشان اساوي البرودكت. وده معناه ان الاتش رياكتنت عندي اصغر من الاتش برودكت. ولكن الكلام ده عكس في الاكزوثيرميك. الاكزوثيرميك لو بصيت هيقول لك الرياكتنت اهي كامله. خلاص؟ قال لك الرياكتنت كامله، الاتش رياكتنت بيكون اكبر من الاتش برودكت. اشمعنى؟ اقول لحضرتك لو بصيت برضو هتلاقي انه عمل ريليز للانرجي، وحطيت بلس انرجي عندي في البرودكت هنا عشان اساوي الانرجي اللي موجوده في البرودكت مع الانرجي اللي موجوده في الرياكتنت. ما هو لو ده كان كبير ما كانش يحتاج الانرجي بتاعته، ما كانش يحتاج ياخد انرجي او يكون عنده انرجي هنا في السهم هنا، جميل، مقارنه بالرياكتنت. خلاص؟ فبالتالي عندي في الاتش رياكتنت بيكون اكبر من الاتش برودكت في حاله الاكزوثيرميك، في حاله الاكزوثيرميك. ولكن العكس فين؟ العكس عندي في الاندوثيرميك. طب مين يا سيدي بعده؟ قال لك بص بقى ازاي نرسم دايجرام. ولو سالك السؤال بص يا سيدي، يجي يسالك يقول لك ايه؟ يقول لك مبدئيا ليه الفاليو بتاعت الدلتا اتش بتاعت الاكزوثيرميك رياكشن بتكون نيجاتيف؟ اكسبلين. هتقول له بمنتهى البساطه عشان التوتال انسالبي اوف رياكتنت بيكون هاير ذان التوتال انسالبي اوف product and the amount of released heat equal difference between them according the law of conservation. يعني من الاخر خالص كده ال H reactant عند سيادتك بيكون اكبر من ال H product. فلو جيت على حسب القانون بتاعي ان الدلتا H بتيكوال ال H product minus ال H reactant، لازم الدلتا H دي هتطلع اصغر من الزيرو. يعني ايه اصغر من الزيرو؟ يعني بنيجاتيف. يجي يوم جاي قايل لحضرتك طب بعد اذنك خد المساله دي وقول لي انا عايز ارسم الدايجرام بتاعها، وقول لي اذا كانت دي اكزو ولا اندو. لا، جايب لك مساله اهو، جايب لحضرتك الايكويشن دي ويقول لحضرتك انا عايز اعرف دي اكزو ولا اندو وارسم لي الدايجرام بتاعها. هتقول لي بمنتهى البساطه الشديده جدا مبدئيا انا شايف المنظر ده كده، لقيت عندي انرجي محطوطه فين؟ في البرودكت.
محطوطه في البرودكت يبقى ده بالنسبه لي كده اكزو، صح الكلام؟ ده كده بالنسبه لي اكزو ثيرميك رياكشن. طب انا عايز ارسم الدايجرام بتاعه، تعمل ايه؟ هتقول لي اهو الدايجرام اهو بيترسم ازاي يا مستر؟ تعال هتقول لي يا مستر لما اجي ارسم الدايجرام مش انا عرفت خلاص انه اكزو ثيرميك؟ قال لك افتكر كوبايه الشاي، ادي الدايجرام بتاعي. كوبايه الشاي بتاعي كانت في الاول بتكون سخنه ولا بارده؟ بتكون سخنه، يعني معنى كده ان هي بتكون هاي انرجي، ده معناه ان الرياكتنت بيكون عنده هاي انرجي. مين في الرياكتنت؟ اللي هو ال H2 بلس الهاف مين؟ الاكسجين. حلو الكلام. بعد كده حضرتك بتسيبها بعد فتره، ايه اللي بيحصل ليها؟ كل ما تسيبها كل ما تبرد، كل ما تسيبها كل ما تبرد، لغايه ما توصل عندي ليه البرودكت، لغايه ما توصل للبرودكت. البرودكت عندي بيكون سخن زي الرياكتنت ولا بارد؟ هتقول لي بارد يا مستر، ما هو بيبرد. يبقى ساعتها ده مين؟ ال H2O2، ده كده البرودكت بتاعي. ادي كده رسمت الدايجرام. وما تنساش تقول لي والله انا عندي هنا كده، ده كده الرياكتنت، ده كده البرودكت، خلاص كده. وتقول لي الدلتا اتش بتاعي طالما ده اكزوثيرميك يبقى تحط لي نيجاتيف، تحط لي نيجاتيف. هتقول لي يا مستر الرقم كان اصلا بوزيتيف، اقول لك بس طالما بوزيتيف عندي فين؟ في الايكويشن، يبقى انا بالنسبه لي عندي طالما بوزيتيف في الايكويشن عندي في البرودكت يبقى ده اكزوثيرميك. وانس اني قلت اكزوثيرميك يبقى الراجل ده لازم احط له النيجاتيف عندي فين؟ احط له النيجاتيف عندي فين؟ في الدايجرام بتاعي. صعب الكلام كده سيادتك؟ حضرتك انت فهمت ازاي تعمل الاكزوثيرميك لو جاب لك مساله وقال لحضرتك انا عايز الدايجرام يترسم وقول لي اذا كانت دي اكزو ولا اندو؟ في مشكله؟ قال لك لا مفيش مشكله. قال لحضرتك بص معايا كده، لو في حاله الاندوثيرميك بقى، في حاله الاندوثيرميك بروسيس قال لحضرتك الفاليو بتاعت الدلتا اتش فور اندوثيرميك رياكشن از بوزيتيف، بتكون بوزيتيف. ليه بتكون بوزيتيف؟ قال لحضرتك عشان نفس القصه، عشان التوتال انثالبي بتاع الرياكشن از لور ذان التوتال انثالبي بتاع البرودكت. يعني من الاخر خالص كده الاتش رياكتنت بتكون اقل من الاتش برودكت. فحضرتك على حسب القانون الدلتا اتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت لازم هيطلع اكبر من الزيرو، يعني بوزيتيف، يعني بوزيتيف. راح جاي مديك سؤال قال لك بص يا عم الايكويشن دي، راح جاي مديك رياكتن وراح جاي مديلك بلس انرجي، راح جاي مديني مين؟ البرودكت، وقال لك ارسم لي الدايجرام. هتقول لي سهله يا مستر، الرياكتنت ده احتاج انه يابزورب انرجي، وطالما قلت ابزورب انرجي خلاص يبقى ده بالنسبه لي ماله؟ اندوثيرميك. يبقى ترسم لي ازاي؟ تفتكر حضرتك مين؟ تفتكر التلج. ادي التلج اهو، التلج في الاول خالص مش بيكون ساقع؟ يعني ايه؟ يعني الرياكتنت عندي بيكون تحت، بيكون عنده لو انرجي. جميل. وتقول لي والله دي كده الام جي سي او 3، ده كده بالنسبه لي مين؟ الرياكتنت. يجي بعد فتره بياخد انرجي، بيابزورب انرجي، فبالتالي يكون الانرجي بتاعته عاليه. فالبرودكت عندي بتكون مالها؟ البرودكت عندي بتكون مالها؟ بتكون هي اعلى انرجي من الرياكتنت. وما تنساش تكتب لي مين هنا؟ الدلتا اتش بتاعتي اللي هي كانت مكتوبه فين؟ في الرياكشن. هتكتبها لي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتقول لي لا دي بوزيتيف يا مستر عشان خاطر دي مالها؟ عشان خاطر دي اندوثيرميك. صعب الكلام كده؟ حضرتك انت عرفت تعمل الدايجرام بتاع الاندوثيرميك والاكزوثيرميك، وتعرف ان شاء الله تحل اي سؤال. وما تنساش برضه انا كده كده مديك اسئله وانت حل برضه. خش يا معلم في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك الكيمستري ان ثيرمودايناميك ديترمين التايب اوف ثيرمال رياكشن. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ جبت لحضرتك رياكشن وقال لك احسب لي الثيرمال بتاعه. بص يا سيدي وحد الله، ركز معايا، صلي على النبي. بص انا عايزك اعرفك على حاجه، ان الاكس زائد الواي بيدينا اكس وواي. حلو الكلام؟ مش ده جزء الرياكتنت؟ وده جزء البرودكت؟ قال لك خلي بالك ان جزء الرياكتنت ده دايما بيكون اندوثيرميك، دايما بيكون اندوثيرميك، والجزء بتاع البرودكت ده بيكون اكزوثيرميك، بيكون اكزوثيرميك. هتقول لي انت بتتوهني ليه يا مستر؟ اقول لك افهم بس واحد الله. قال لحضرتك معلومه صفيفه كده، ان دايما بيكون الرياكتنت اندوثيرميك والبرودكت اكزوثيرميك، بس انت بتعمل الكالكوليشن دي كلها عشان تشوف التوتال بتاع الرياكشن ده اكزو ولا اندو. حلو. طب اعرفه منين؟ قال لحضرتك سهله، شوف لو الانرجي اللي بتريليز من البرودكت دي، اللي بتعمل ريليزنج في البرودكت ده بما انه اكزو، اعلى
من الانرجي اللي بيحصل لها ابزورب في الرياكتنت، يعني الاتش برودكت اكبر من الرياكتنت، يبقى ده ساعتها بيكون ماله اكزوثيرميك. حلو. ولكن في الناحيه الثانيه لو كان الاتش برودكت ده او الرياكتنت بياخد انرجي، بيابزورب انرجي اكتر من اللي بيعملها الاكزو، يبقى ساعتها كفه الايه؟ الاندوثيرميك اللي كسبت. يبقى انت بتشوف انهي كفه اللي كبيره، والله الكفه دي اللي كبرت يبقى خلاص يبقى دي اندو، الكفه دي صغرت يبقى دي اكزو. بس خلي بالك الكلام ده تعمله امتى؟ تعمله حضرتك لما تيجي تكلمني على الكيميكال بوند، تكلمني على البوند انرجي ريكوايرد تو بريك بوند اور فورم بوند اوف 1 مول اوف سبستانس. واحده واحده يا مستر مش فاهم. اقول لحضرتك اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، كنا بنتكلم لما يدي لك رياكشنايه جميله كده ويقول لك عيش تطبق بقوانيننا عادي جدا اللي اتكلمنا فيها. لكن المره دي يجي يلعب معاك يقول لك البوند انرجي، عندي حاجه اسمها البوند انرجي هوريها لك، يجي يقول لك احسب لي البوند انرجي، هنا تستوب يا معلم، الكلام هنا هيتغير شويه. ليه يا عم المستر؟ قال لك بص يا حبيبي انا عندي البوند انرجي زي ما احنا كنا متفقين من شويه، صح؟ زي السي مثلا، الكربون مع الكربون دي، حلو الكلام. قال لحضرتك خلي بالك انا عشان خاطر اكون الرابطه دي او اكسر الرابطه دي انا محتاج انرجي. يعني ايه يا مستر؟ قال لك الرياكتنت، في الرياكتنت انا بحتاج اعمل بريك للبوند، صح كده؟ محتاج اعمل بريك للبوند في الرياكشن. ليه؟ عشان بعد كده اعمل فورمينج للبوند، صح كده؟ اعمل فورمينج للبوند وليكن سي دبل بوند سي. حلو الكلام، في مشكله؟ طيب يا مستر ايه المشكله دلوقتي؟ قال لحضرتك عشان اعمل بريك للبوند، عشان اعمل بريك للبوند في حاله هنا دلوقتي الايه؟ الرياكتنت، خلاص محتاج اعمل ابزورب للانرجي عشان خاطر اعرف اكسر الرابطه دي، خلاص. وفي نفس الوقت عشان اعمل فورمينج للبوند انا بعمل ريليز للانرجي، فاهم حاجه؟ يبقى انا كده بعمل حضرتك ايه جوه الرياكتنت؟ انا بكسر روابط، بعمل بريك داون لمين؟ للبوند، وده ساعتها بيابزورب انرجي. عشان كده قلت لك ان الرياكتنت دول بيكونوا مالهم اندوثيرميك طالما بيتكلم فيه ابزورب، على عكس عندي البرودكت ده بيفورم انرجي، ولما يفورم انرجي بيريليز انرجي، وساعتها عشان كده قلت لك ده ماله بيكون اكزوثيرميك. في مشكله الكلام ده؟ طب ايه قصه بقى البوند انرجي دي؟ قال لحضرتك انا حسبت لك ان كل رابطه من الروابط دي محتاجه انرجي، دي الانرجي بتاعتها، الرقم ده رقم الانرجي بتاعها عشان ابريك داون البوند دي او افورم البوند دي. يعني نفس الرقم ده الكوانتيتي اوف انرجي اللي محتاجها عشان ابريك داون البوند دي او افورم البوند دي، خلاص. يجي يقول لك باي يوزنج بوند انرجي فاليو نقدر نحسب اذا كان ده اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك عن طريق الكلام الجميل ده. خليني اقول لك معلومتين بسرعه، ان الكربون عندي بيتكون عندي 4 بوند، الكربون ليها 4 بوند، والاكسجين عندها 2 بوند، الاكسجين عندها 2 بوند، ولكن الاتش او الهيدروجين ليها 1 بوند بس، الهيدروجين ليها 1 بوند، والنيتروجين بيكون ليها 3 بوند، النيتروجين بيكون ليها 3 بوند. تعالى معايا بص شكل السؤال بيجي ازاي، وخلي بالك نوعيه الاسئله دي مختلفه عن الاسئله اللي احنا كنا لسه بنحكي فيها. يجيب لحضرتك يقول لك وات داز مين وي سي ان الافريج بوند انرجي بتاعت السي سي از كام؟ 346 كيلو جول لكل مول. ده معناه ايه؟ ترد عليه ساعتها تقول له ان الاماونت اوف انرجي absorbed to break this bond or released when forming it in 1 mole of substance under standard condition is 346 كيلو جول. يعني الجزء او الانرجي اللي محتاجها عشان اكسر الرابطه دي او اكون الرابطه دي 346 كيلو جول لكل مول. قال لك يجي يجيب لك سؤال شبه ده، يقول لك والله الايكويشن دي ويجيب لك الجدول بتاع البوند، انا عايز احسب الرياكشن ده اعرف اذا كان اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك، اعرف اذا كان اكزو ولا اندوثيرميك. هتقول لي سهله وبسيطه. تعمل ايه في الحالات اللي شبه دي؟ تقول لي بص واحده واحده، احنا هناخد الرياكتنت لوحدهم، ناخدوا الرياكتنت لوحدهم
وناخد البرودكت لوحدهم. يبقى ناخد الرياكتنت لوحدهم وناخد البرودكت لوحدهم، ناخدهم نعمل بيهم ايه؟ قال لحضرتك مبدئيا كده تفك الكلام الجميل ده. ليه؟ قال لك السي اتش 4 ده عباره عن سي وده وايه 4 بوند مع الاتش. حلو. وبعد كده 2O2 الاو دبل بوند او وهي 2 مول، يبقى واحده كمان. صعب الكلام. دول كده مين؟ الرياكتنت. في مشكله؟ طب تعالى نحسب الرياكتنت دول. هتحسبهم ازاي؟ هتقول لي سهله يا مستر، انا عندي سي بوند اتش ب 413. طب انا عندي كام سي بوند اتش؟ قال لك اهي، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. يبقى انا عندي كام سي بوند اتش؟ انا عندي 4. فتقول لي والله يبقى كده 4 تايمز ال 400 كام؟ 13. حلو الكلام ده. كده اول واحد بلس البلس اهي نزلت. جميل. عندي 2 او دبل بوند او. طب مين او دبل بوند او؟ ادي الاو دبل بوند او، عندي 2 منه، يبقى 2 تايمز 498. في مشكله؟ احسب يا معلم على الكالكليتر، شوف الريزلت هيطلع لك كام ايا كان اللي هيطلع لك. خش بعد كده منه على مين؟ تخش على البرودكت. ادي كده ده بالنسبه لي الرياكتنت، ده رياكتنتس. خش على مين؟ على البرودكت. تخش حضرتك على البرودكت تقول لي يا مستر يلا بينا على البرودكت. جيت قسمت لي البرودكت اهو ورحت جاي مفرطه. البرودكت كان مين؟ كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد يعني يعني الكربون عندي لازقه مع دبل بوند او، لازقه مع دبل بوند او. حلو الكلام. حلو الكلام يا مستر. قال لحضرتك بص كده، هو انا عندي كربون دبل بوند او؟ قال لك اه اهي كربون دبل بوند او بكام؟ ب 803. عندي كام واحده؟ عندي 2. يبقى ال 2 تايمز ال 8 3. بس خلي بالك اوعى تغلط، انا هنا بتكلم فين؟ في برودكت. بتكلم في برودكت، والبرودكت عندي انا عارف انه اكزو، وطالما هو اكزو يبقى نيجاتيف، وطالما نيجاتيف يبقى حضرتك هتنزل لي الارقام دي بالنيجاتيف، تنزل لي الارقام دي بالنيجاتيف. فتقول لي يا مستر انا عندي كده 2 تايمز نيجاتيف 803. حلو الكلام. وبعدين قال لك تعمل بلس، نزلت اهي او ده او اتش بوند اتش او بوند اتش، وعندي 2 منها اللي هي الاتش 2 او او بوند اتش او بوند اتش. يبقى انا عندي 4 او بوند اتش. في او بوند اتش قال لك اه اهي بكام؟ ب 467. يبقى تعمل لي الفور تايمز وما تنساش النيجاتيف. نيجاتيف كام؟ 467. حلو الكلام. وتحسب لي الرقم وتشوف. بعد ما تحسب هنا وتحسب هنا تقوم جاي حضرتك عامل لي ازاي؟ تقول لي ساعتها الدلتا اتش ايكوال الاتش برودكت، بس المره دي بلس الاتش رياكتنت. المره دي بلس اتش رياكتنت عشان تعلمها، عشان ما تلخبطش. لما يقول لك البوند انرجي يبقى انا عايزك تحسب لي ده لوحده وده لوحده وتجمع الاثنين في الاخر، ده لوحده وده لوحده وتجمع الاثنين في الاخر. ما قلت جبتلكش سيره البوند انرجي ولا الجدول الشقي ده، يبقى انت يبقى انت ماشي صح في الاول زي ما احنا. والدلتا اتش بتيكوال اتش برودكت ماينس اتش رياكتنت. جميل. طب انا عندي هنا الدلتا اتش برودكت بلس الاتش رياكتنت، والله هيطلع لك ناتج من الاثنين. لو طلع لك بعد الناتج الجميل ده الناتج ببوزيتيف يبقى ده ساعتها اندوثيرميك، يبقى ده ساعتها اندوثيرميك. طب طلع لك بالنيجاتيف، لو طلع عند حضرتك بالنيجاتيف يبقى ده ساعتها اكزوثيرميك، يبقى ده ساعتها الاكزوثيرميك. صعب الكلام كده سيادتك؟ يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا يا سيدي على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك التايبس اوف ميجور نيوترينتس. النيوترينتس اللي عند حضرتك دول في عندي منهم ميجور. حلو. ايه اللي هم؟ قال لحضرتك اول واحد فيهم الكربون. قال لك الكربون ده fundamental element in all organic components including الكربوهيدراتس والبروتين واللايبيدز والنيوكليك اسيد الار ان اي والدي ان اي. جميل يا سيدي. قال لك بص بقى ركز معايا كده. قال لحضرتك خلي بالك الكربون ده هتلاقيه موجود في اكتر من حاجه. قال لك اول حاجه هلاقي الكربون ده في الاتموسفير على شكل الكربون دايوكسيد. يبقى حضرتك الكربون موجود في الاتموسفير على شكل الكربون دايوكسيد، وموجود عندي في الليفنج اورجانيزم انترستيريال مارين اورجانيزم، وموجود كمان عندي في الليفنج اورجانيزم. طب ايه كمان؟ قال لك عندي كمان زي السويل ان اورجانيك ماتر
اند الهيومس. واحده واحده. مبدئيا عندك في الليفنج اورجانيزم لو تفتكر برضو في شكل الكربون دايوكسيد لما بنعمل البلانت عندي فوتوسينثيز، وخلي بالك عندي في السويل في الاورجانيك ماتر ان هيومس. لو تفتكر ان الهيومس دي كانت طبقه عندي في التوب سويل وكانت ريتش ان اورجانيك في الترم الاولاني. قال لحضرتك بعد كده بيقول لك موجوده كمان في الووتر از كربونيت اند باي كربونيت سولت. وقال لحضرتك خلي بالك ان هي بتكون عندي الروكس اللي هي اللايم ستون. وقال لحضرتك كمان في الروكس هي فورم ساتش اللايم ستون زي الكالسيوم كربونيت والدولومايت، بتكون عندي اللايم ستون والدولومايت في الروكس. وكمان عندي في الووتر عشان بتكون الشيل او الشيلد جميل بتاع مين؟ بعض الاورجانيزم او المارين اورجانيزم اللي عايشه. والحاجات دي مع الوقت بيحصل لها ايروجن وبتكون لي بعد كده الروكس اللي هي اللايمستون والدولومايت. وقال لحضرتك بعد كده بيحصل لها ساعات ديكومبوزيشن ويبدا بعد كده تتحلل وترجع تاني الكربون دايوكسيد دي للاتموسفير. وقال لحضرتك طبعا موجوده فين؟ في الفوسل فيول زي الكول والاويل والناتشرال جاز. حلو الكلام يا مستر، حلو الكلام يا سيدي. قال لك بعد كده قال لك بص بقى كده كام سؤال كده في السخان. بيقول لحضرتك why is carbon found in the atmosphere as a carbon dioxide؟ ليه كربون دايوكسيد او ليه الكربون بيكون موجود في الاتموسفير على هيئه كربون دايوكسيد؟ قال لحضرتك انه found in atmosphere as a carbon dioxide because it is released into the air from process زي الريسبيريشن اند الكومبشن. فعمليه الاحتراق وعمليه الريسبيريشن انا عارف اني بريليز الكربون دايوكسيد وارجعه تاني للاتموسفير. بعد كده يقول لك كويس كربون ماله بريسنت ان ترستريال اند مارين اورجانيزم. ليه يا سيدي؟ قال لك الكربون از بريزنت ان بوث ترستريال ومارين اورجانيزم because it's a key element in the organic compound that make up living organism عشان يخلي الليفنج اورجانيزم عايشه. قال لحضرتك بعد كده why does carbon exist in water as a carbonate and bicarbonate HCO3؟ قال لحضرتك ان الكربون exist in water as a carbonate and bicarbonate salt because ليه؟ عشان الكربون دايوكسيد dissolve. كربون دايوكسيد عندي بيدوب في الووتر and forming this component that help maintaining ايه يا معلم؟ the water pH balance. يبقى بيساعد على مينتين البي اتش بالانس في الووتر. جميل يا سيدي. قال لك ماشي. ومين تاني؟ قال لحضرتك انا عندي حاجه اسمها الكربون سايكل. الكربون سايكل دي بالنسبه لي كونتينوس بيولوجيكال وجيولوجيكال بروسيس ذات اكسشينج الكربون امونج الليفنج اورجانيزم ذا الاتموسفير ووتر اند روكس. طب واحده واحده فهمني يا عم المستر. قال لك بص تعالى معايا. قال لك بص يا سيدي انا عندي دلوقتي الدنيا بتمشي ازاي؟ بيقول لك انا مبدئيا رقم واحد بيحصل عندي فوتوسينثيس. جميل. وانت عارف الفوتوسينثيس جرين بيجمنت بتاخد السولار وبتاخد معاك الكربون دايوكسيد وتعمل لي بعد كده الجلوكوز اللي بيعمل بعد كده بلانت ريسبيريشن ويبدا بعد كده هو كمان. وبالمناسبه البلانت بيعمل ريسبيريشن عادي جدا. جميل. بيعمل ريسبيريشن في ريليز تاني كربون دايوكسيد ليه الاتموسفير. يجي بعد كده هيربيفورس حيوان من اللي اتكلمنا عنه يجي يقول لك ايه بقى؟ انا حقيقه البلانت فالكربون موف انتو زير بادي. ازاي؟ عن طريق الجلوكوز. ما الجلوكوز كان فيه كام؟ كان فيه كربون 6 كربون. وجميل. بعد كده قال لك الهيربيفورس ماله؟ يعمل هو كمان يريليز باك الايه؟ الكربون دايوكسيد اللي خده عن طريق الجلوكوز في الريسبيريشن فيرجعه تاني للاتموسفير. وخلي بالك كمان في حاجه تانيه. قال لك بص ممكن يحصل عندي waste or decomposition after this. ممكن كمان يبقى بيريليز عندي الكربون دايوكسيد لما يموت. جميل. قال لحضرتك الاوشن اند الروكس. قال لك some carbon dioxide dissolve in ocean and forms calcium carbonate stabilizing carbon in limestone. ودي احنا لسه شارحينها. وقال لحضرتك السيجنيفيكانت the carbon cycle is essential for understanding how nature work and how human activity affected. ازاي الكربون سايكل دي بتساعدني عشان خاطر افهم الهيومن اكتيفيتي دي بتدور ازاي. في مشكله؟ قال لك لا. وادي يا سيدي رسمه اهي للكربون سايكل بتاعتي بتبقى ماشيه ازاي. حلو الكلام. قال لك خش معايا على اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ بص بقى. قال لك ذا نيتروجين. يبقى تاني واحد عندي مين؟ النيتروجين. ماله يا سيدي النيتروجين سايكل ده؟ ركز معايا. بيقول لك مبدئيا
المهم في النيتروجين ده ايه؟ مبدئيا النيتروجين ده is a key element in protein which are essential for growth and the development of organism. يبقى النيتروجين ده مهم بالنسبه لي عشان خاطر ده مهم لايه؟ للجروث والديفلوبمنت اورجانيزم. يبقى لما يجي يسالك يقول لك ايه اهميه النيتروجين، تقول له اهميه النيتروجين عندي في الجروث والديفلوبمنت بتاع الاورجانيزم. طب ازاي الدنيا دي بتمشي معاه في السايكل؟ قال لك بص، اول حاجه بيحصل عندي نيتروجين فيكسيشن، حاجه اسمها نيتروجين فيكسيشن. ازاي يا عم؟ قال لك لما بيجي بكتيريا بتكونفرت النيتروجين فروم ذا اير، بيبقى عندي النيتروجين ده اللي موجود في الجو ياخد النيتروجين ده البكتيريا دي وتحولها حاجه اسمها الامونيا، تحولها لحاجه اسمها الامونيا. قال لك allowing plants to absorb النيتروجين and building protein، تاخد النيتروجين دي وتحولها لبروتين. بعد كده سيادتك بيحصل ايه؟ قال لحضرتك بعد كده النيتروجين ترانسفورميشن، تبدا حضرتك تعمل حاجه مرحله ثانيه اسمها النيتروجين ترانسفورميشن. بعمل ايه؟ الامونيا دي convert into nitrite and nitrate، يبدا عندي البكتيريا دي تاخد الامونيا دي تبدا ان هي تحولها لنيترايت ونيتريت، نيترايت ونيتريت. قال لك عن طريق اسمها ايه يا معلم؟ اسمها النيتريفاينج بكتيريا، حاجه اسمها النيتريفاينج بكتيريا. قال لك while animal obtain nitrogen through their diet. جميل ان هي بعد كده الانيمال بتيجي تتغذى على البلانت دي فتبدا ترجع لها تاخد لها ايه؟ النيتروجين دي. قال لحضرتك النيتروجين ريسايكلينج بتعمل بعد كده حاجه اسمها النيتروجين ريسايكلينج. قال لك دي عن طريق حاجه اسمها دنتريفاينج بكتيريا، حاجه اسمها الدنتريفاينج بكتيريا. قال لك return some nitrogen to the atmosphere as N2 او نيتروجين جاز or nitrous oxide اور نيتروز اوكسايد. جميل. قال لك الهيومن امباكت بقى على الكلام ده ايه؟ بيقول لك ان النيتروجين بيزد فيرتلايزر ار وايدلي يوزد ان اجريكلتشر، بنستعمل حضرتك النيتروجين ده في الاجريكلتشر. قال لك ولكن الاكسسيف يوز او كثره الاستخدام فيه قال لحضرتك بيليد تو جراوند ووتر كونتامينيشن، يعمل تلوث عندي للجراوند ووتر اللي موجوده. خلاص خش معايا في اللي بعده. يجي يقول لك مين؟ قال لك الفوسفورس. تالت واحد عندي مين؟ الفوسفورس. قال لحضرتك الفوسفورس ده يا سيدي ماله؟ importance of phosphorus. ايه الامبورتنس بتاعه؟ قال لحضرتك الفوسفور بلاي ا فيتال رول اساسيه in energy storage and ترانسفير وايسن سيل اي تي بي. يبقى انا بالنسبه لي الفوسفورس عرفت منه انه بيخزن الانرجي وكمان بيساعد في كرييت الاي تي بي الانرجي بتاعتي في الميتوكوندريا. قال لحضرتك كونتريبيوت تو ذا ديفلوبمنت وبيعمل ديفلوبمنت كمان للروتس والفلاور والفروتس ان بلانت، بيساعد كمان ان انا اعمل ديفلوبمنت الفروت والروتس وليه بتاعت البلانت. خلاص. قال لحضرتك كمان السورس بتاع الفوسفورس ده ايه؟ قال لك الفوسفورس is found in rock and minerals is dissolved in water allowing plant to absorb it and it is then مالها موف ثرو ذا فود تشين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر خالص كده لو خدت بالك هتلاقي الكربون وهتلاقي النيتروجين الاثنين دول موجودين فين؟ موجودين في الاير وموجودين في الجراوند. على عكس حضرتك الفوسفورس ده موجود اونلي بس فين؟ موجود عندي في المينرال اللي موجوده في الروك، المينرالز اللي موجوده في الروك. قال لحضرتك significant in ecosystems ان الفوسفورس ده بيسبورت الليفنج اورجانيزم. الفوسفورس عندي بيسبورت الليفنج اورجانيزم including plant and nutrients and helps maintaining the ecological balance. يبقى ساعتها حضرتك كده الفوسفورس ده سريعا كده ملخص ده موجود عندي حضرتك في الارض، موجود تحديدا في الروكس والمينرالز اللي موجوده في الروكس، وكمان بيساعد على الايكو سيستم او مينتيننج الايكو سيستم. قال لك طب الامباكت فيزيكال بروسيس. قال لك الامباكت بايه؟ قال لك الرينفول اند الايفابوريشن. رينفول اند ايفابوريشن، وركز في الحته دي. بيقول لك ان الرينفول influence the transport of nutrients into the soil while evaporation
بيكون facilitate the movement of water into the atmosphere. انا عندي هنا تو بروسيس الرينفول وبروسيس تانية الايفابوريشن. الرينفول بيساعد انه يغذي التربه دي بالنيوترينز اللي محتاجها عن طريق ان النيوترينز بتدوب في الميه اللي نازله فتنزل معاها فين؟ في التربه. الرينفول بتنزل على الروكس اللي بتحتوي على الفوسفورس، فالفوسفورس تروح معاها في الميه فتنزل للتربه سيادتك وتغذي التربه بتاعتي بالنيوترينز. اما الايفابوريشن بيساعد على ان الووتر اللي موجوده في التربه دي ونزلت انها ترجع تاني للاتموسفير، ترجع تاني للاتموسفير. قال لحضرتك بقى الافكت اوف دروت، عندي حاجه اسمها دروت. الدروت ده اللي هو الجفاف. الجفاف بتاع حضرتك ده عنده بيعمل two negative effect و one positive effect. two negative effect و one positive effect. بيقول لك ان الدروت ده بيريديوس الكونسنتريشن اوف اورجانيك كربون والنيتروجين وايل، ودي بالنسبه لي اول واحده نيجاتيف. دي اول واحده نيجاتيف افكت. يبقى اول نيجاتيف افكت انه نيجاتيف افكت على الكونسنتريشن بتاع الاورجانيك كربون والنيتروجين. قال لك وايل increasing الكونسنتريشن اوف inorganic phosphorus، بيعمل انكريز زياده في الكونسنتريشن بتاع مين؟ الان اورجانيك فوسفورس. وده ساعتها كده سيادتك ده بوزيتيف افكت بالنسبه للفوسفورس بس. ولكن نيجاتيف امباكت بقى على مين بقى تاني؟ نيجاتيف امباكت على الايكولوجيكال بالانس. نيجاتيف امباكت على الايكولوجيكال بالانس. يبقى انت عندك كده حاجتين، نيجاتيف امباكت على الان اورجانيك على الاورجانيك كربون والنيتروجين، خلاص. نيجاتيف افكت على الكونسنتريشن بتاع الاورجانيك كربون والنيتروجين، وكمان نيجاتيف افكت على الايكولوجيكال بالانس، وكمان بوزيتيف افكت على مين؟ على الكونسنتريشن بتاع الان اورجانيك فوسفورس. في مشكله يا سيدي؟ قال لك لا مفيش اي مشكله. قال لحضرتك اهو بص كده المنظر ده، بتلاقي عندك السايكل، عندك الرين بتنزل بيحصل بريسبتيشن، ياخد معاه مين؟ ياخد معانا في الحته دي في الروكس الفوسفورس، ياخده وينزل بيه يعمل في كوليكشن عند السويل، بعديها يحصل عندي ايفابوريشن يطلع تاني الميه دي لفوق. تمام يا عمنا؟ تمام يا سيدي. خش معايا على اللي بعده. معلش انا بغلط كتير، خش معايا اللي بعده. تعالى يا سيدي في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ في اللي بعده بيكلمك على الفورمز اوف انرجي او الانرجي. تعالى نتكلم على الفورمز اوف انرجي، بس قبل ما نتكلم على الفورمز اوف انرجي تعالى نتكلم على الانرجي اصلا هي ايه. الانرجي حضرتك دي بالنسبه لي الابيليتي تو دو ورك، الابيليتي ان انا اعمل حاجه. قال لحضرتك ات اكزيست ان ماني فورمز، زي اللايت والهيت والكيميكال والنيوكلير وكمان الالكتريكال انرجي. يعني من الاخر خالص كده ان الانرجي دي زي ما انا كنت فاكر في اللو اوف كونسرفيشن فيرست لو اوف ثيرمودايناميك ان الانرجي دي بتتحول عندي من فورم لفورم ثانيه. خلاص؟ طب الانرجي مفهوم نفسها الانرجي ايه؟ دي الابيليتي تو دو الورك. حلو الكلام؟ جميل يا سيدي. قال لك وبعدين قال لك ان الانرجي that doesn't disappear it's simply بس change from one form to another. نفس بالظبط اللي احنا قلناه. قال لك اكبر مثال او اقرب مثال للكلام ده حاجه اسمها الهيدرو الكتريك باور بلانت. هيدرو الكتريك باور بلانت. ايه الهيدرو الكتريك باور بلانت دي يا سيدي؟ قال لحضرتك الهيدرو الكتريك باور بلانت دي بالنسبه لي جريت اكزامبل على ان الانرجي بتحصل لها ترانسفورم من فورم لانذر. جميل؟ من الاخر خالص كده الهيدرو الكتريك باور بلانت دي بالنسبه لي عامله شبه بالظبط كده السد اللي هو بتاع الميه. سد الميه شبه سد ايه؟ قناه السويس مثلا، ده بيجنريت عندي الكهرباء. طب ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، مبدئيا كده انا السد بخزن فيه ميه لفوق، وطالما انا مخزن فيه ميه والميه ثابته عندي يبقى ده بالنسبه لي بوتنشال انرجي. طب البوتنشال انرجي دي تبدا تتحرك، يبدا الوتر ده يتحرك عندي في باس كده. وانس انه اتحرك يبقى اتحولت عندي البوتنشال انرجي ليه كاينيتيك انرجي. يبقى اتحولت ليه كاينيتيك انرجي. قال لحضرتك الكاينيتيك انرجي دي والوتر بتفضل ماشيه لغايه ما تخش وتعدي على توربينز، بتلفها. قال لحضرتك كده ساعتها الكاينيتيك انرجي بدات تتحول ليه ميكانيكال انرجي. اتحولت عندي ليه ميكانيكال انرجي. ليه؟ عشان التوربين دي لما يحصل لها موفينج تبدا تولد عند حضرتك الكتريك انرجي او تولد عند حضرتك كهرباء. في مشكله كده في الكلام ده؟ قال لك لا يا سيدي. قال لك بص كده،
اهو ده الشكل بتاعها. هاي اللي حضرتك الهيدرو الكتريك باور بلانت شو الانرجي بيحصل لها ترانسفورم ان ستيب. الاولانيه بوتنشال، بعد كده كينيتيك، بعد كده ميكانيكال، بعد كده الالكتريك. اهو يجي عندك الووتر اهي متخزنه، ده هنا كده بوتنشال، بعد كده عند حضرتك بيحصل فلو، يعني ده كده كاينيتيك انرجي. خلاص كاينيتيك انرجي، ودي ماشيه حضرتك تمشي لغايه ما توصل عند التوربينز، يبدا تتحول بعد كده الكاينيتيك دي لعمليه ايه؟ لميكانيكال بروسيس، صح؟ او ميكانيكال انرجي، ومن الميكانيكال انرجي دي تتحول عندي لمين؟ لالكتريسيتي تمشي في الالكتريك واير بتاعي. صعب الكلام ده؟ قال لك لا مفيش حاجه. طب وبعدين؟ قال لحضرتك بعد كده بتخش عندك في الانرجي سورس. الانرجي سورس ايه السورس بتاع الانرجي بتاعك؟ قال لحضرتك هنتكلم في تو سورس عندنا، بس هنتكلم بالاخص على السورس حاليا اللي هو مين؟ قال لك النون رينيوبل انرجي سورس. نون رينيوبل انرجي سورس. ايه النون رينيوبل انرجي سورس دي؟ يعني طاقه غير متجدده، طاقه لو انا خلصتها مش هعرف اجيبها تاني. زي مين يا عم؟ قال لك زي بالظبط كده الفوسل فيول، زي الفوسل فيول. خلاص يا سيدي، مالهم الفوسل فيولز دول؟ قال لحضرتك ان الانرجي سورس اكستراكتد فروم ايرث تو تيك ذات تيك مليون اوف ييرز تو فورم. دي بالنسبه لي سورس اوف انرجي يحتاج ملايين السنين عشان يتكون في الارض. جميل. قال لك meaning they are consumed much faster than you can renew. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتستهلك البنزين ده اكتر او اسرع من ان حضرتك تعرف تنتجه، لان هو بيحتاج ملايين السنين. انما حضرتك ممكن تقعد تبعزق في البنزين ده ساعتين ثلاثه خلصت جيركن. خلاص. قال لحضرتك when this source are depleted، لما يخلص they cannot be replaced quickly enough to meet النيد بتاع الهيومن بتاعي. يعني حضرتك الحاجه دي لو خلصت كل سنه وانت طيب مش هتعرف تلبي الاحتياجات بتاعتك. قال لك اقرب مثال للكلام ده عندك زي مين؟ الكول والاويل والناتشرال جاز اللي هم الفوسل فيولز. حلو يا سيدي، حلو يا مستر. قال لحضرتك طب تعالى نمسك واحد واحد ونتكلم عنه باستفاضه شديده جدا، بس انا في النهارده في مراجعه فمش هتكلم معاك باستفاضه قوي، بس هشرح لك كانك لا تفقه اي شيء. بص يا سيدي، بيقول لحضرتك الاويل او البتروليوم، حلو الكلام، الديفينيشن بتاعه ده بالنسبه لي ميكشر اوف هيدروكربون اكستراكتد فروم ديبس اوف ايرث. كلام قديم وانت عارفه. قال لحضرتك بنستعمله في ايه؟ انكلود باورنج كار، بس عشان خاطر اشغل العربيات والايروبلان، بلس كمان اقدر ان انا اعمل منه مانيفاكتشرنج بلاستيك، يعني اقدر اصنع منه بلاستيك، وكمان اعمل منه كيميكال برودكتس. طب ايه بقى الامباكت على الكلام ده؟ قال لك الانفايرمنتال امباكت بتاعه زي الزفت. ليه يا مستر؟ قال لحضرتك عشان ليرنينج البتروليوم ده لما بتحرقه حضرتك عشان تاخد منه الانرجي، قال لحضرتك بيريليز جرين هاوسز جازز. بيريليز جرين هاوسز جازز تحديدا الكربون دايوكسيد اللي بيساعد على عمليه ايه؟ الجلوبال وورمنج، وبيساعد على الكلايمت تشينج. فلما يبقى عندي جلوبال وورمنج وكلايمت تشينج يبقى عندي كده انبالانس في الايكو سيستم. وقال لحضرتك اقرب مثال كمان للمصيبه اللي احنا فيها، ان الاويل ده لو حصل له ليكج او حصل له تسريب في المارين لايف يهددها، يهدد المارين لايف. النقلات بتاعت النفط اللي موجوده في البحر دي لو عملت تسريب للاويل ده يعمل مارين ثريتن مارين لايف، وبليوت للاوشن، يعمل بليوت للاوشن. حلو الكلام يا مستر؟ قال لك جميل. طب ده كده مين؟ البترول. تعالى مين تاني؟ قال لك عندي الكول. حلوه البترول والكول دي. قال لحضرتك الكول اللي هو الفحم، ماله يا سيدي؟ قال لك ده فوسل فيول فورمت فروم ديكومبوزيتد بلانت ريمين اوفر مليون اوف ييرز. عارفينها برضو بسيطه. جميل. قال لك اليوزز بتاعه، قال لك البرايمري يوز for electricity generation and powering factories. يعني المين بالنسبه لي للكول ده او الفحم ان بولد منه electricity عشان كمان اشغل كمان مين؟ الفاكتوري او المصانع. طب ايه الانفايرمنتال امباكت؟ قال لك one of the most polluting energy source، واحد من ازبل المصادر اللي بتديني ايه؟ polluting للانفايرمنت بتاعي. قال لك releasing large amount of carbon dioxide and السلفر، بيريليز عندي كربون دايوكسيد وسلفر. قال لك which contribute to climate change.
اند الاير بوليوشن. قال لك اكزامبل للكلام ده برضه ان انا عندي بيعمل ديستروي للناتشرال هابيتات، جميل، بيبوظ البيئات المختلفه، بلس كمان انه بيعمل عندي على انقراض بعض السبيشيز بتاعت الانيمال. خلاص جميل. طيب مين تاني يا سيدي بعد كده؟ قال لك بعد كده عندي واحد تالت اسمه الناتشرال جاز. واحد تالت اسمه الناتشرال جاز. ماله يا سيدي الناتشرال جاز ده؟ قال لحضرتك الناتشرال جاز ده برضو يعتبر ميكتشر اوف فليميبل جازز اكستراكتد فروم بيرس اوف ذا ايرث سيرفيس. برضو انت عارف هو بيتكون من زمان. قال لحضرتك ده بنيوزد for cooking, heating home and generating electricity. بستخدمه سيادتك في البيت عندي اتدفى قدام الدفايه او خاطر اعمل بيه كوبايه شاي ولا اكل. قال لك الانفايرمنتال امباكت بتاعه، قال لك ده يعتبر كلينر ذان الاويل والكول، ده انضف بكتير من الاويل والكول. قال لك لكن الكومباشن بتاعه ريليز كربون دايوكسيد اند ووتر فيبور. الحرق بتاعه لو انت حرقته يطلع منه انرجي، بس تطلع منه كمان كربون دايوكسيد ووتر فيبور. وقال لحضرتك ان الليك فروم بايب لاين can pollute the environment وincrease the risk of explosion. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك المواسير بتاعتك دي لو حصل ليها تسريب هيعمل polluting للاير اللي بتتنفسه، بلس هيساعد ان يحصل ريسك في الاكسبلوجن او الانفجارات. جميل الكلام ده؟ قال لك جميل جدا. قال لك حضرتك طب مين الموست امبورتنت جاز and the air pollutant produced in burning fossil fuel؟ يعني مين اهم الغازات اللي حضرتك لو حرقت الفوسل فيول ده تطلع لك؟ قال لك بص يا سيدي، مبدئيا الكربون دايوكسيد ده اشهر واحد، والكربون دايوكسيد بريديوسد وين الهيدروكربون is in fossil fuel like الميثان ماله بيرن كومبليتلي. وركز في الحته دي وعلم على بيرن كومبليتلي عشان الكربون دايوكسيد ده بيرن كومبليتلي، ولكن الكربون مونوكسيد اخد توأم بيرن انكومبليتلي، ما بيعملش احتراق كامل على عكس الكربون دايوكسيد. والكربون دايوكسيد ده ماله بيعمل عندي على الجلوبال وورمنج والكلايماتيك تشينج. حضرتك الايكويشن بتاعته عباره عن ايه؟ جبت هيدروكربون السي اتش 4 عملته مع الاكسجين فاداني الكربون دايوكسيد مع الاتش 2 او. تعال بص كده الكربون مونوكسيد حضرتك ده incompletely burn incompletely. مع الهيدروكربونز قال لك لا، مع الوود ومع الجازولين، مع الوود والجازولين incompletely burn يديني الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ده خلي بالك عشان بيعمل على ريديوس البلاد ابيليتي تو كاري اوكسجين، بيقلل ان حضرتك البلاد عندك يعرف ياخد الاكسجين، وده ممكن يسبب لك الوفاه بعد كده. لما تيجي تكتب لي الايكويشن تقول لي 2 مول اوف كربون مع الاكسجين يديني 2 مول اوف كربون مونوكسيد، 2 مول اوف كربون مونوكسيد. جميل قوي يا مستر. قال لك خلي بالك بقى معانا الكبير قوي، معانا النيتروجين اوكسيد ال NO وال NO2، النيتريك اوكسيد والنيتروجين دايوكسيد. مالهم يا سيدي؟ قال لحضرتك بص ركز معايا، formation occur during high temperature. وخلي بالك عشان خاطر هيجي يسألك يقول لك امتى نكونهم، قول له لما يبقى عندي high temperature combustion with when nitrogen in the air react with the oxygen to form النيتروجين oxides. ازاي الكلام ده؟ يقول لك بص يا عم المستر، ادي عندي النيتروجين بيخش في الاير مع الاكسجين، صح الكلام؟ يديني ايه يا مستر؟ 2 مول اوف نيتروجين اوكسيد، يديني 2 مول اوف نيتريك اوكسيد. حلو الكلام. قال لك النيتريك اوكسيد بقى ده، النيتريك اوكسيد ده خلي بالك ده انا عندي هنا مع الاكسجين انا بعمل بيرنينج مع الاكسجين، فاول واحده هنا مع النيتروجين دي حاجه اسمها نيتروجين امبيوريتي نيتروجين. يعني ايه الكلام ده؟ قال لحضرتك النيتروجين امبيوريتي ده لما بيبقى عندي فيول او وقود فيه شوائب من النيتروجين وتيجي تحرقه مع الاكسجين يطلع لي النيتريك اوكسيد، يبقى التفاعل ده او الرياكشن ده حصل فين؟ ما حصلش في الجو، الرياكشن ده حصل عندي فين؟ في الانجن بتاع الكار مثلا. حلو جميل. طب ايه اللي بيحصل عندي في الاير؟ قال لك لما بعد ما يطلع لي النيتريك
اوكسايد ده حضرتك يطلع عندي في الاتموسفير في الجو، فيقابل عندي مين؟ يقابل عندي حضرتك الاكسجين. يقابل مين؟ يقابل الاكسجين، فيطلع لي حضرتك بكام؟ يطلع لي حضرتك بالنيتروجين، نيتروجين داي اوكسايد، يطلع لي بنيتروجين داي اوكسايد، يطلع لي حضرتك بالنيتروجين داي اوكسايد. اكتب معايا الايكويشنز دي عشان مهمه. خلاص كده، يبقى ده حصل فين؟ ده حصل في الاير، ده حصل في الاير او الاتموسفير في الجو. انما ده اللي هو اللي فيه امبيوريتي بتاعت النيتروجين ده حصل عندي حضرتك في الانجن. جميل. طيب ماله يا سيدي؟ قال لك ده بالنسبه لي بيعمل هارمفول افكت، بيعمل تاثير مؤذي جدا، زي انه بيعمل ريسبيراتوري سيستم ويخش على ريسبيراتوري سيستم ويبوظه. جميل. ده غير انه بيعمل على امراض للقلب والاوعيه الدمويه، امراض للقلب والاوعيه الدمويه. وخلي بالك انه بيعمل فورمينج للسمج اند الاسيد رين، بيعمل الاسيد رين والسمج. حلو الكلام. طب بص ركز معايا في الحته دي. بيقول لحضرتك ان انا عندي بقى اخر واحد خالص ده السلفر اوكسايدز. سلفر اوكسايدز ماله يا سيدي؟ شبه بالظبط النيتريك اوكسايد. بيخش عند حضرتك بيبقى عندي الاول impurity sulfur، impurity sulfur الاس حضرتك بيجي عند برضو فيول في impurity of sulfur، بيجي لما تيجي تعمل له كومباشن مع الاكسجين يديني السلفر دايوكسايد، يديني السلفر دايوكسايد. يجي عند حضرتك السلفر دايوكسايد ده لما يطلع في الجو يقابل اكسجينه، فيتبقى عند حضرتك يتراكت معاه ويرياكشن ويعمل عند حضرتك ايه؟ سلفر ترايوكسايد. سلفر ترايوكسايد هزود له أوهاية. جميل. هزود له أوهاية. بعد كده حضرتك بعد ما ازود له الأوهاية دي يبدأ حضرتك يحصل ايه؟ سحابتين يخبطوا في بعض يعملوا رينفول، ينزلوا مطره. المطره او الشتاء ده حضرتك ميه، ولما يجي الميه دي الووتر ترياكت مع السلفر ترايوكسايد يعمل لي حضرتك اسيد رين، يعمل لك اسيد رين اللي هو بالنسبه لي مين؟ السلفوريك اسيد. يعمل السلفوريك اسيد، والسلفوريك اسيد ده حضرتك بيحب حاجه اسمها الكالسيوم كربونيت، حاجه اسمها الكالسيوم كربونيت، فيخش عليها ويدوبها ليه يا معلم؟ لكالسيوم لCaSO4 بلس الH2O زائد الايه؟ كربون دايوكسيد. وخلي بالك ان الكالسيوم كربونيت ده مبني بيه الهيستوريكال بيلدينج او المباني التاريخيه والاثريه، اغلبها كلها مبنيه من الكالسيوم كربونيت. لما بينزل عليها الH2SO4 بيعمل لها ايروجن، بيعمل لها ايروجن. جميل. قال لك عندك بعد كده ايه يا معلم؟ الرول اوف كيميكالز اند بوليوتنتس. الرول اوف كيميكال اند بوليوتنت مالها يا سيدي؟ قال لك يا اما بتكون اندستريال اكتيفيتي يا اما بتكون فوسيل فيول كومباشن. اندستريال اكتيفيتي زي الكيميكال برودكشن والفيرتلايزرز والبيستيسايدز، وده بيريليز عندي توكسيك ايه؟ توكسيك سبستانس ان هو يأذي عندي الانفايرمنت. عندك الفوسيل فيول كومباشن ده سلفر دايوكسايد اند النيتروجين دايوكسايد مالهم يا سيدي؟ ده بيريليزد فروم بيرنينج الفوسيل فيول، فروم بيرنينج الفوسيل فيول. قال لحضرتك الفيولز contribute to the formation of acid rain polluting soil and الووتر. جميل يا عمنا. قال لك جميل يابا. ايه تاني عندك؟ قال لك بص، قال لحضرتك بص بقى الحته دي، الانرجي برودكشن فروم فوسيل فيول. انرجي برودكشن فروم فوسيل فيول عندي ليها ثلاث اهميات. الالكتريك باور جنريشن بروسيس، دي بروسيس كونفرتنج عندي الانرجي فروم وان فورم تو انذر فاريوس ديبندنج على الانرجي سورس وعلى التكنولوجي يوزد. يعني حضرتك كده من الاخر الباور اللي انا عايز اطلعها دي بتعتمد على التكنولوجي وبتعتمد على التايب بتاع الفوسيل فيول. وخلي بالك انا عندي importance of electric power generation. ايه الامبورتنس بتاع الالكتريك باور جنريشن؟ essential for supplying home and business with energy to operate electrical devices. يعني دي بالنسبه لي important عشان خاطر دي اللي بتمد عندي الهوم بالسبلاي، ده غير كمان ان بتعمل على ان البيزنس يحصل له اوبريشن. انا كل حاجه بتشتغل عندي بالكهرباء. قال لك كمان ان بتسبورت باي الكتريك باور سيستم. بتسبورت ايه يا عم الالكتريك باور سيستم دي؟ قال لحضرتك بتسبورت الايكونوميك جروث
وكرييت جوب اوبورتيونيتي ان ذا انرجي سيكتور، بتوفر لي وظائف عمل في قطاع الطاقه، ده غير ان هي بتعمل على النمو الاقتصادي. جميل. قال لحضرتك and enhance economic and national security. جميل. قال لك بص بقى اخر حاجه انا عايزك تعرفها الباور بلانت. قال لحضرتك انا عندي الباور بلانت ده يا سيدي بيكون عباره عن ايه؟ الباور بلانت energy generation process really on the first law of the thermodynamic. جميل. ماشي يا سيدي. وبعدين قال لحضرتك الكيميكال انرجي stored in fossil fuel is converted into electrical energy. انا باخد الكيميكال انرجي اللي بتستورد من الفوسل فيول واوديها بعد كده الالكتريكال انرجي. من الاخر جنريتور. الجنريتور ده بيعمل ايه؟ باخد بعد كده باخد عند حضرتك الكول الفحم كذا فوسل فيول وابدا ان انا اعمل له هيتنج، احوله من كيميكال انرجي لثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي او الهيتنج حضرتك بص كده معايا، قال لحضرتك الكيميكال انرجي اللي موجوده في الكول ككيميكال انرجي بحولها عندي لثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي تعمل ايه الثيرمال انرجي دي؟ قال لك الثيرمال انرجي دي حضرتك بتسخن الميه، بتسخن الووتر اللي عندي وتعمل لها هيتنج عشان تحولها لستيم، تحولها لستيم. طب الستيم ده بنعمل بيه ايه؟ قال لك الستيم ده بيمشي في بايبس كده ويبدا يحرك توربينز، يبدا يحرك التوربينز اللي بعديها حضرتك بتحولها عندي الستيم دي الكاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي دي تحول لي عندي ليه الكتريستي، الكتريك انرجي. خلاص عن طريق ايه؟ دوران التوربين. التوربينز دي تلف فتولد عندي ايه؟ الكتريستي. اتمنى ان انت تكون فهمت الكلام الجميل ده. خش على التليجرام بسرعه هتلاقي عند حضرتك سايب لك الماتيريال، بص عليها. عايزك اهم حاجه تركز وتخلي بالك من النوتس دي. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لك كل حاجه بحيث ما يبقاش في حاجه ناقصه منك، وفي نفس الوقت ان انت تكون ملم بالموضوع والموضوع بسيط وسهل. حلو الكلام. ركز يا بطل في الامتحان وركز في اللي جاي. حاولت ان انا على قد ما اقدر الم لك الدنيا واخلي لك بسيطه، وفي نفس الوقت ما سقطش حاجه، وفي نفس الوقت الفيديو يبقى قصير بحيث ان انت لو كان ما عندكش وقت او عندك وقت ان انت الموضوع بالنسبه لك ما يبقاش تقيل. تمام. ركز يا بطل. ان شاء الله مستنيك وانت بتقول لي الفول مارك، والاهم كله في ايه؟ في اخر السنه. يلا يا بطل خش على التليجرام هتلاقيني سايب لك الماتيريال وتابع معايا في اللي جاي، وان شاء الله ربنا يوفقك. كان معاك مستر اكرم خالد، اشوفك على خير.